तुम प्यार से देखो तुम प्यार से देखे انتي asli jo بالحب شريكي انتي اللي ظلمتيني حفظتيني عفيسة انا ما يبيكو انت مش شريكي فارجني تراني اليوم محترة نهيسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة تانية في بودكاست مفيش غلي بعد غيبة مش طويلة قوي، لكن هي طويلة أكيد بالنسبة لكم لأن انتوا بتحبونا وبتفتقدونا واحنا بنأثر فيكم أو غيابنا بيأثر فيكم. فيعني هحاول أوعدكم ان احنا ما نتأخرش كتير بعد كده، وانه يعني نكون موجودين باستمرار. والله احنا كنا هنكون موجودين باستمرار فعلا، لكن حصلت ظروف منعتنا ان احنا نسجل حلقة بعد اول اسبوع زي ما كان يعني مخطط له. يعني مهم بدون مقدمات كتير وبدون كلام كتير بنرحب بنور. تاني جايبني تاني. معلش بقى نور، ما عنديش جايب غيرك، انت نفس المحتوى يعني بتاعي. الناس قالت لك اول مرة يا ريت لو تطلع لوحدك يا استاذ محمد، تقوم جايبني تاني. لا ما حدش قال لي حاجه، خلي بالك الناس بتحبك جدا. انت خلي بالك بقيت مطلب جماهيري. لا ما تهزرش بقى يا محمد بقى. لا ما بهزرش، صدقني انت مطلب جماهيري والناس بتحبك، الناس بتحبك قوي. لا لو كده بقى فقضي نفسي يوم في الاسبوع واجيلك، مفيش مشكلة. تيجي تنورني طبعا، تنورني في الاستوديو الخاص بيا هنا في ما الاوضه عنديش بتاعتي. مشكلة. انا عندي كمان سرير وكنبه بتتفتح، فممكن تبات يعني لو تحب. ابات معاك؟ طيب انا عايز انام معاك من فترة في مكان واحد عشان نعرف يعني بعض اكتر. هصفي النية تماما وافترض انك احنا في عايز تنام رمضان معايا بقى في نفس الاوضه عادي. ما احنا في رمضان يا مستر محمد. صحيح، انا اسف، بعتذر ليك عامل ايه يا مستر بعتذر محمد لسبب. الاول اهلا بيك وبالناس اللي بيسمعوك. الله يخليك. وانت عندك فانز جمال قوي وناس اصيله ومتربيه ومحترمين يعني. احنا عندنا فانز على اعلى طراز. على طراز طبعا. امم يعني يعني تاني فانز محترمين شفتهم بعد فانز اصاله. اشمعنى اصالة؟ فانز محترمين. بس انت معكش يعني معاك حاجه بتقول ان فانز اصالة محترمين؟ لا المعامله بس، يعني معاملتهم كويسه. المعامله معاك شهاده معامله يعني. عايش. محمد الكوميديا دي بقى سيفت ايه البرامج رمضان بقى. سبت ايه المسلسلات رمضان والبرامج سيفت. والاعلانات رمضان والبوستات ايوه احنا عندنا رمضان. والله يعني انا مفتقد نكت الاهالي، نكت الابهات. عندنا نكت روشه السنه دي جدا في المسلسلات يا مستر محمد. عندنا نكت روشه وعندنا اعمال روشه جدا يا استاذ نور، اعمال طفره، حاجات ما اتعملتش قبل كده في طفره مصر. طفره. طفره وكفره وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها. آه. مهم يعني خلينا ندخل في خششني في الموضوع. الموضوع. يعني خششني. هخششك جامد يعني. احنا هنتكلم عن المسلسلات او انطباعك عن المسلسلات، ولو انه خلاص احنا بنتكلم ان في مسلسلات كتير بتشطب او بتخلص دلوقتي. ومسلسلات اللي قررت ان هي تبقى 30 حلقة، فاحنا خلاص اوريدي عرفنا هي عايزة ايه يعني، فاهم؟ ومستعدين نراهن كمان على الاندنج بتاعتها، على النهاية يعني. فاحنا هنتكلم النهاردة عن المسلسلات اللي احنا شفناها لحد دلوقتي، وعن الصراع والسباق في السياق الرمضاني وبس. فقلنا بقى ايه يعني نستشيرك. قال لك ايه، سألوا اهل الذكر يعني، فانت اهل الذكر. يا نهار ابيض انت كبرت الموضوع يا مستر محمد، احنا بالحب جدا. يعني. طرش مني. حلو، انت زي ما انت قلت كده، هو احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا بنسجل فيه تقريبا في مسلسلات كتير من اللي هي مسلسلات ال 15 حلقة انتهت، بالظبط. او في مسلسلات يعني وقت نزول الحلقة تكون انتهت. اظن بالظبط، لانه بتتكلم ان النهارده خلاص 14 رمضان هيبقى اظن نهاية اشغال شقة بقى بالظبط. واعلى نسبة تعالى نحصر مشاهدة المسلسلات اللي هي ال 15 حلقة اللي هتكون خلصت
مع نزول الحلقة دي، وعشان نقدر نلمهم برضو ممكن بعد كده نبقى نتكلم على المسلسلات ال30. حلو مسلسلات ده. ال15 حلقة اللي هم صلة رحم، أشغال شقة، على نسبة مشاهدة. على نسبة مشاهدة، لحظة غضب، مسار إجباري. مسار إجباري، نعمل أفوكاتو. ونعمل أفوكاتو. ونعمل أفوكاتو كل مرة بتدي ونعمل الإيحاء ده أفوكادو طبعا. لما فاهم ونعمل أبوك يجيب لك أفوكاتو أفوكادو طبعا يا حلو. سيدي. أبوك يجيب لك أفوكادو حلو، فاهم أنت فاكهة كده، فتقول له ونعمل أفوكادو، الله أكبر. ونعمل أفوكاتو يا سيدي. دول يمكن و- أهم مسلسلات 15 حلقة بتتعرض، لو أنا فاكر صح. فكرني لو في حاجة فاتت. هحاول أفتكر أكتر، ولو إني أوكي. يعني ما أفتكرش إن في حاجة أزيد. هو مش أنا مش فاكر المتحدة كانت عاملة إيه تاني 15 غير مسار إجباري. لا، في حاجات آه كتير 15 حلقة على 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 المتحدة. المتحدة. على أظن على ممكن قناة يكون المتحدة يعني. صيد العقارب ده. صيد العقرب غالبا 15. ثانية واحدة ممكن نتأكد دلوقتي. بس أنا ما ادكش فيه اه أمارة خالص، يعني أنا ما عداش عليا حتى. لا، انا هشوف اهو دلوقتي معاك واحنا بنتكلم. لا، انا برضو ما شفتش منه حاجة لان انا مش من محبين غادي. غادي عبد الرازق انتهت بالنسبة لي من حكاية حياة يعني. يا بدري اوي، بدري اوي. من ساعة ما ضربت كامل محمد العدد سامي. اعتقد 15. كامل العدد، في ناس كتير بتشكر في كامل العدد بالمناسبة. طبعا هو من المسلسلات اللطيفة جدا. وبالمناسبة بقى، وهو قبل ما خرج. نشكر في كامل العدد، تعال نقوم نضرب صلاة الفجر كده سريعا ونرجع مرة تانية. صحيح، نضرب صلاة الفجر. ورجعنا لكم مرة تانية. آه حرم الأستاذ نور. جمعا ان شاء الله يا استاذ محمد. الله يخليك، إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. أستاذ نور، إحنا كنا بنتكلم في المسلسلات المصرية صحيح. 15 حلقة. حصل. و يعني خلينا نتناوب الاعتداء على بعض كده، امم ونروح يا ريت. هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، وأقول لك حاجة وأنت تقول لي حاجة. حلو جدا، عشوائي، يلا مشيها كده. يلا نعشوق. بالظبط، اللي هو إيه، ما يعني إحنا هنعشوق. ماشي ماشي. يعني ماشي يا اسطى. طيب. يعني دي عامله، عارف كان في انترو كده في تراك لمروان موسى، بيجيب انترفيوهات لناس قديمه ويعملها يحطها في التراك عشان حركه روشه، عارف الحاجات دي. يعني دي أول ما ايوه، طلعت كانت بتعمل حاجات كتير كرياتيف، دلوقتي بقوا ايوه، مزعجين. ايوه. ما بجد. يعني علينا كان في حته كده، كان جايب حد بينقد حاجه فيقول لك مالها الاغاني الجديده، فقال له يعني مش بتعجبني، يعني زي يعني اللي انت قلتها دي كده. بص قشطه، هلوسه صيام ملهاش اي قيمه، اتفضل. يا باشا، انت بقالك 5 دقايق صايم، ما تقورش. يعني سيبنا نبيع الوهم للمشاهد، محدش عارف حاجه يعني. قشطة. طيب، بص، خلينا نسأل أول سؤال. إيه أكتر حاجة شدتك من المسلسلات 15 حلقة لحد دلوقتي؟ اوكي، شدتني كتسلية ولا شدتني كمعمولة حلو؟ لا، ما هو كتسلية ده أنا ممكن أقول لك نعمل أفوكاتو. اوكي، انت قصدك يعني حرفة. ما آه مسلسل كويس من على كل النواحي، يعني هو ما هو برضه مسلسل اوكي، كويس لازم يبقى مسلي، ما هو لو مش مسلي يبقى مش كويس. مش شرط والله، يعني ممكن يبقى مكتوب حلو قوي، مقدر قوي رسم الشخصيات زي المسلسل اللي انا هقوله ده، بس بيقع في بعض الاحيان. حلو ماشي، ما أنا معاك إن مم. احنا ده كده أنا كده بنفصص، لكن أنا عايز حاجة شبه قربت من إن هي تبقى كويسة جدا، يعني كويسة على درجة صلة كبيرة رحم. جدا. صلة رحم. صلة رحم. إجابة سريعة. لان ده انا حاسس ان هو بيجتمع فيه. يعني هقول لك لحظة غضب مسلسل كاتشي جدا، لأنه فيه الكليف هانجر أو القفلات اللي هي الحراقة، يعني لو كل قفلة حلقة هتبقى عايز تفتح اللي بعدها على طول. بالظبط، زي نعمل افوكاتو ولكن برضه. لا، نعمل افوكاتو ده حالة خاصة هندرسها مع بعض في الآخر. محتاجة اه مسلسل، يعني فاهم، سلسلة حلقات كل حلقة 2.5 ساعة، شبه المسلسلات التركي كده.
عشان نحاول يعني نستوعب اللي بيحصل. نفتح ملف نعمل افوكادو. ف نفتح نعمل افوكادو. ايه؟ نفتح نعمل نفسها. لا مش فاهم قصدك. نفتح دماغها يعني، نفهم ايه اللي بيدور فيه. ايوه انا كان قصدي افتح ملف عشان هي محاميه وكده وما ارميش ايحاءات وحاجات دبل مينينج في رمضان. ايوه فهمتك. لا نايس. سوري أيوة. عشان عندي فصلت. تأخر عقلي، بس عشان انا صايم شوية. لا ما انت عارف انت تعبت من الصيام وبتاع، احنا بقالنا يجي 6 ساعات صايمين ده لحد دلوقتي. 6 دقايق. بنصور من الصبح والله وصايمين وبنلبس شتوي في الصيف وفي وتعب حرايق في اللوكيشن يا جماعة. بلاش بقى السيرة دي عشان هتزعل واحد صاحبنا. فالمهم يا سيدي، المهم مش قوي يعني حد تاني. المهم ف ما علينا. مصطفى شعبان. مصطفى شعبان طبعا. طبعا عشان خسر سوق السمك بتاعه كله فهيزعل. اتشوى بقى سمك مشوي. ايوه يدخل لوكيشن تاني يوم يقول لك مني مش قلنا هنقلي نصه ونشوي النص التاني. الاوردرات باظت خلاص كده، مش هيقدر يطلع اي اوردر مقلي، فاهم؟ شكرا. ولا سنجاري ولا اي حاجه. ايوه خلاص قول لهم البضاعه كلها مشوي. فالمهم يا سيدي، صلة رحم على عكس يعني مثلا لحظة غضب، زي ما قلت لك لحظة غضب بيتعمد ان القفلة بتاعته تبقى كاتشي، فممكن بيجي على حساب المنطق شوية. عارف انت لما تحب انك تعمل حاجة حراقة زي لما كان مثلا يعني كان في حلقة، طبعا هو معروف الناس كلها ان هي قتلت جوزها، ده معروف اصلا، ده هو الكور بتاع المسلسل ده باين. باين. فهي في تاني حلقة كده او اول حلقة تقريبا عشان كان عيد ميلادها، فالباب بيخبط بسرعة. فانت لما تيجي تشوف تاني حلقة الانترو بتاعتها او الدخلة يعني، بتلاقي ايه ده انتي شيلتي خبيتي الجثة وشيلتي الآثار في دقيقتين. فأحيانا فعلا معاك حق في الأعمال اللي بتبقى زي دي. قول اتفضل. لا هو انت عندك حق في ده من ناحية ان هو عشان تعمل قفلة حراقة في ان انت قفلت على الجثة وفي حد بيخبط، فانت جيت على حساب المنطق في ان هي امتى بقى يعني وقفتهم على الباب لحد ما شالت وخبت ومسحت معاك بالزبط. بس في حاجات كتير في المسلسل انت برضو بتتغاضى عنها لان المسلسل بيع لك نفسه في اطار برضو فن شوية. هو تحس ان هو الحاجات تاخد دراما كوميدي دي بالظبط. وانا بحييك ان انت تنبأت بيه يعني قبل اي حاجة او بتاع من البوستر، انت قلت لي ده هيبقى شكله دراما كوميدي، فبهنيك يا مستر محمد والله. الله يخليك يا استاذ نور، يعني احنا بنتعلم منك. لا العفو يا سيدي. فالمهم يعني قد يكون ده عيب بيفصل شوية في لحظة غضب. على ايه تاني من ال15 اللي احنا بنشوفها؟ اشغال شقة على فكرة ممتاز جدا، بس محرج شويه ان انا اديله هو الامتياز ده، لان انت عارف في الاخر الكوميديا بتتراجع كده سنه في الحته دي. وفي يعني انا النهارده وصلت لحد الحلقه ال14 مثلا، فقادر ألمس شويه مشاكل ظهرت يمكن في النص التاني من المسلسل. ده حقيقي هنوصل لها طبعا. بس سريعا بس عشان اقفل ملف صلة رحم ده، بس صلة رحم هو في تصميم الشخصيات الأعظم تقريبا في كل المسلسلات. إياد نصار بيعمل شخصية عندها كمية تناقضات ما بتنتهيش على مدار ال14 حلقة اللي اتعرضوا. جدا طبعا، هو ممثل زي كده وتمثيل جدا جدا جدا. فالشخصية تقريبا على مدار مش مثلا عملوا له تناقضات وقفلوا على كده اللي هو مثلا عصبي بس بيعمل كذا، عصبي بس ممكن حنين تستدرجه بكلمة. لا دي تناقضات بتوصل لمرحلة ان في الحلقة الواحدة ممكن يعمل الحاجة وعكسها 3-4 مرات، لانه بني ادم جدا يعني في المنطقة الرمادية دي بشكل حلو جدا. وده اللي مبقاش يتعمل دلوقتي، ان احنا بقى عندنا اتقان شديد جدا في المسلسلات بتاعتنا، انه الاسود يكون اسود والابيض يكون ابيض، مفيش حاجة رمادية، رغم انه البشر مش اسود وابيض، البشر رمادي، مفيش بشر اسود وابيض خالص. بالظبط. الطريقة كمان اللي خلوا الشخصيات كلها تلتقي ببعض، تقريبا كل الشخصيات بتلتقي ببعض، كل الشخصيات بدون مبالغة كلها. حلو. ومفيش حاجة مقحمة، مفيش حاجة تحس انها ده عشان يخلوه، لا هو فعلا التربطات بتحصل بشكل ذكي جدا ومنطقي وبديهي. انت نفسك كنت بتتفرج بتقوم قايل فلما فلان يعرف ان فلانة كانت بتكلم فلان فهيروح انت بتربطها اوريدي، بتحس ان ميك سنس فعلا. انت ماشي معاهم على الخط بتاع الدراما بتاع المسلسل.
بالظبط الاكسبوزيشن، او اللي هو ما يسمى بالتعريف الشخصيات وتعريف الاحداث، اللي هو انت لسه في الحلقات الاولى فمش عارف مين متجوز مين ومين اخو مين. مم. برضو ده كان حلو جدا. في الحلقة الاولى تقريبا بيسيبك في حالة من عدم الفهم شوية، هي دي تقرب له توهان. ايه، هي دي كانت تعرفه منين هو. فده كان كويس. يمكن ده ما أ- بقاش موجود قوي مع الوقت، اقول لك على بس في حاجة الاول كان كويس. بخصوص النوع ده من العرض يعني او السرد. بقيت بحترم جدا الأعمال اللي بتعمل ده، اللي هو بيسيبك تايه أول حلقة حلقتين، بتحاول تسأل، بتحاول يعني بتحاول أنت تربط بنفسك، أحسن ما يجيب بالظبط. لك مسلسل عمال يقول لك إيه ودي بقى زينب، ده مرات، دي مرات محمود، محمود ده مم. بقى يبقى ابن أم محمود اللي هي أصلا كانت متجوزة مش عارف مين. لا أنا مش إحنا مش ده عاملين محمد إذاعة طاهر ده اللي مدرسية. بيعمل كده. إيه؟ اه، محمد طاهر ده اللي بيعمل كده. ده محمد طاهر كده طبعا، بس أنت دي دايما عندك إيه؟ محمود اللي بيقعد على بشعره ده. ايوه ايوه، الحاجات اللي هي بتاعت ايه، هو ما انت من ساعه ما جوزك سافر الكويت من 4 سنين وما بقاش يسأل علينا، الحاجات دي. بالظبط، هو قرر إن هو عايز يعرفك بالحدث ده من أول لحظة، مع إنه كان ممكن يكشف لك عنه بعدين لما يحتاج. بالظبط. لا هو يعني، ودي على فكره ميزه في الحشاشين برضو، بوينت هنبقى نروح لها لما نيجي نتكلم عنه. هو الحشاشين له ما له وعليه ما عليه، فده هنتكلم فيه بالظبط. يعني. بالظبط. فالمهم صلة رحم كمان. بعيدا عن ان انا بحس ان نوعا ما صناعه بيستجدوا نوعا ما فكرة ان هم عايزين يبقوا عمل جريء بالعافية، وهو جريء، هو جريء كده كده، جريء على الناحية الدينية ال- وعلى الناحية القانونية وعلى الناحية المجتمعية وعلى نواحي كتير. صحيح. ولكن في الاول وفي الاخر مش الحاجة اللي هتهز الرأي العام، يعني فاهم قصدي. صح، هم عاوزين يعملوا ده ما عملوهوش. هم عايزين حتى في لقاءاتهم هم الشخصية طول الوقت بيتكلموا عن قد ايه ده مسلسل اتخضينا واحنا بنقرا، اترعبنا من رد الفعل. لا، رد الفعل عادي في الاول وفي الاخر. السخرية اللي جت للمسلسل يمكن لان في تعامل شوية هين مع مصطلحات زي الرحم والمبايض والحيوانات المنوية، والتعامل معاها على انها حاجات افريج كده، يعني اللي هو ايه، انا نازل ادور على رحم، لدرجة ان في مشهد في المسلسل اياد نصار دخل كتب على جروب رحم للايجار، فلقى جروب اوريدي بيأجر رحم، واتصل بيهم قال له في عندك رحم، قال له نصا كده، قال له في عندكم ارحام، كأنه بيعمل اوردر يعني. عندنا اسماء ابو اليزيد قاعده جوه لسه بتشرب فدي يعني. حاجة كانت يعني ساذجة شوية، جابت لهم التريقة، زي برضو ان هي كانت مراته اللي هي يسرا اللوزي كانت مجمدة البويضات بتاعتها، فهو طلب ياخد البويضات دي، فهي طول الحلقات اللي بعد كده بتقول له رجع هات لي البويضات بويضاتي. بتاعتي، كأنه مثلا سارق منها ذهبها. مش يعني، ما دي بويضات يا جماعة، انتوا بتهزروا ليه بتتكلموا عنها كده. صح فبس يعني. يمكن دي. مم. تحس ان هو بسبب الرغبه في ان احنا نبقى واضحين وجريئين جدا بقى الموضوع تافه. بالظبط بالظبط، فانت قلبته كوميدي. حتى كان في ميمز اتعملت، اللي هو كان حد عامل ميم اللي هو بتاع ما عندكش حاجة قطين ومبيض حاجة كده يعني. يعني اللي هو من ضمن بقى، ما خلاص، ما الموضوع فعلا بقى مضحك يعني. والله انا ولكن غير حاولت كده. حاولت مم. ابعد نفسي عن تفاصيل المسلسل وكده، علشان انا مش، انا هشوفه بعد رمضان فمش عايز احرقه، لكن انا فاهم يعني. اه لا، كمل. هو ممتاز على جوانب كتيرة في كمان. اسماء ابو اليزيد كده كده شاطرة، بس هنا بتقدم دور يعني واحد من اعظم الاداءات اللي عملتها. مم. دور حلو جدا 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 وعلى الهادي، يعني بتقدم لك هي حاجات كتيرة كويسة جدا وهي مؤخرا سايبة يعني، ايدها. هي كويسة. هي كويسة كويسة من أول هذا المساء، من أول ظهورها يعني. هذا المساء بس بالنسبة لي ده بتتطور. السبيشال بتاعها. طبعا طبعا طبعا. بس لا، هنا بتقدم حاجة برضو معقدة جدا، ولكن ما بتحزقلهاش خالص. وعلى فكرة عاملة بنت ريفية عندها لكنة، ما بتفتعلهاش، مش زي ناس تانيين هنروح لهم كمان شوية بيقعدوا يقولوا المحد وحبيبتي وينشي والحاجات دي. مم. اه لا، هي انت تقصد وانت بتسمع هي مدخلة اللكنة جوه بقها كده، فاهم، تحس انها بلت ان ممكن قوي. تكون اه مستحضراها من مكان هي كانت ليها فيه محارف. ممكن، بس هي ده شاطرة بيبقى جدا في ان اسهل هي قد عليك ايه يعني، انك تبقى عايش وسط مخبية بيئة معينة مخبية فتستحضرها. بالظبط. بس ما انت ممكن تستحضرها وتأفور، وانت يعني انت ممكن تقعد تعيش حياتك كلها مع صعايدة بس ما تعرفش تقلدهم. لكن صح. هي عارف تلضم اللهجة جوه الكلام، ما تبقاش فجة، ما تبقاش طالعة. كأنها انت بتتكلم بتلقطها يعني من خلف يعني، من زي ما بيقولوا ايه. بطبيعية. يعني من بطبيعية. عقلها الباطن. مش عايزة تسمعها لك، يعني فاهم قصدي، لدرجة ان أنا ما خدتش بالي من ده غير في تالت حلقة اصلا. مم.
يعني انا في تالت حلقة لقيتها بتقول حاجة مش عارف فيها لكنة ريفية كده، فقمت قايل اوكي انتي وخلي اصلا. بالك ده اللي ميك سنس دلوقتي اكتر، لانه لو جيت تركز هتلاقي انه اللكنه ما بقتش تبان في الناس حتى اللي من الريف او من الصعيد او الا في الاجيال طبعا القديمه. انما الاجيال الجديده طبعا كلها طالعه بتتكلم شبه بعض، ان هي شافت التلفزيون اول ما اتولدت، فاهم؟ شافت يوتيوب، فهو طبعا. شايف ناس بيتعلم من ناس او بيتاثر بناس مش بيتكلموا صعيدي، مش بيتكلموا اللهجه الصعبه اللي هو اهله كان بيتكلموا بيها. فأصبح طبعا لأ، ما هو سهل بقى، ما هو هتكلم نفس اللهجة دي. ف... فبتلاقيها باينة في تفاصيل صغيرة، تلاقيها باينة في حرف، تلاقي في ناس بتمد الكلام شوية، تلاقي في ناس بتقول ألفاظ معينة. وده أظن اللي بيفرق أصلا يعني مدينة عن مدينة، اللي هو تعرف من لكنته إنه ده غالبا من دمياط، ده غالبا من مش عارف سوهاج، ده لكنته كهراوي، مش عارف ايه صحيح. كده يعني. صح. صح جدا. ولنفس السبب اللي انت قلته ده انا بلوم بقى على سلمى ابو ضيف أعلى وليلى نسبة زاهر مشاهدة. في اعلى نسبة مشاهدة، لان هم اوريدي طالعين في دور يعني ناس ليهم احتكاك بالسوشيال تيك ميديا توك يعني. وكده. بالظبط. فلو انتوا المفروض يا جماعة اكتر ناس، يعني انتوا عايشين في القاهرة فيها كم لهجات متنوعة كتير جدا بحكم ان هي يعني القاهرة دي بلد صعبة يعني. جدا جدا يعني فانتوا اكيد يعني مش عايزين تظهروا ده، مش عايزين مم. تظهروا ان انتوا عندكم لكنه بحكم ان انتوا بنات في سن مراهقه، فده ممكن يسبب لكم احراج، فبتتعمدوا تخفوها، مش بتتعمدوا تظهروها. وان كان في مشهد بيبرر ده في الحلقه الاولى لما كانت سلمى ابو ضيف بتبعت فويس نوت لحد بتكراش عليه، فكانت بتعيد الفويس نوت اكتر من مره عشان عشان تحاول تداري تحسن اللكنة ما بتاعتها، تبينش اللكنه ايه. تداري اللكنة بتاعتها. بالظبط بالظبط. فحلو اذا انت عندك الوعي بده، بس ما أتقنتش مأفورين فيه اللكنة. للاسف. مأفورين فيه جدا للاسف يعني. عارف انت الحاجات الرخيصه اللي هي بتاعت لما يجيبوا شخصيه جاهله فتنطق كلمه انجليزي غلط قوي، ما حدش والكلمه بينطقها دي غلط بتكون كده يعني. ايوه لانها بتكون كلمه عاديه اصلا، مش بقول لك كلمه يعني زي مثلا consequences زي ده. مش بقول لك كلمة صعبة لهذه الدرجة، يعني أنا بقول لك كلمة زي مثلا اللي هو الحاجات اللي من نوعية بلياردو ودليفري والحاجات اللي هي الكلمات اللي هي أساسا بقت داخلة في اه السياق اه بتاعنا عادي. ايوه صح. فتلاقي لازم بقى اللي هو هم ترفرف، هم ترفرف قال يعني يا عيني البت بقى لسه نازلة دلوقتي من بطن أمها يعني. بيبقى في ساعات كده بيدوسوا قوي. اللي هو انا عايز ابان مجتهدة ومتقنة جدا للدور، فاعمل ايه؟ ادوس قوي في اللكنة فاصبحت فيك وهي مش واخدة بالها. اه بالظبط الاتقان، وانك تحاولي انك تنجحي في دورك، في انك تظهري لي انك عندك مشكلة في اللكنة من غير ما يبقى عندك مشكلة في اللكنة، من غير بالظبط. ما تمسكيها كده. عارف انت حسن حسني في فيلم عيال حبيبة لما شال الهدية فوق دماغه، انت ماسكة اللكنة فوق دماغك بتقولي ايوه انا حط عندي اللكنة لكنة. فوق في مكان واضح. انت فاهمني؟ فلا صح. يعني دي عامة بتبقى مشكلة بشكل عام، انه لما يبقى في حد، عارف انت، في لازمة معينة لأي شخصية في أي عمل فني. ف اوكي. فدايما في ناس كده تحس ان في مخرج يقول لك لازمة ايه يا جماعة، ايوه ايوه اللازمة ايوه يقعد بقى زي كل حلقة اللازمة هي يا جماعة، اللازمة بتاعت اللازمة الشخصية هي. بتاعتي يا جماعة بتعمل كده كل مرة كل يوم. عندنا كلام عن اللازمة بس اه يمكن ده اه جاي شوية. مم. طبعا انت عارف مين. ايوه عارفين طبعا، بس ما ده هنفتح الملف ده هنفتحه. يمكن ده جاي شوية من ان انت اوريدي مختار ممثلين احنا عارفين هم من طبقة اجتماعية عاملة بعاد ازاي، جدا. بعاد جدا. فيا عيني هم مذاكرتهم تيك توك، يعني انا واثق ان هم فتحوا اللي هي الست اللي هي مش، والله ما عارف اسمها، مش بدعي ان انا مش مهتم، بس اللي هي بتاعت بتصبغ شعرها دي اللي هي بتاعت فواتشح. ايوه اديني في الفواتشح. اصلا الحاجات دي اصلا بتبقى فيك. فيك بالظبط. يعني ما هي هو ما هو الست اللي بقى دي طالعه اللي انت الفكرة. اصلا داخله تعلمي منها، هي عامله اداء زياده عن زوم عشان تبقى كاتشي، فانت وحتى قفشتي الاداء لو الكاتشي افترضنا ان في بتاعها. كده قول انا لا اسف. يعني هي قفشت الاداء الكاتشي بتاعها، فاصبح هي كمان بتعمل اداء كاتشي، فانا ممكن بالظبط تخليه كاتشي يعني. اكتر. بالظبط. ما هو يا اما هي بتفيك يا اما هي ولا نفترض ان هي كده، في كده، ما هو في ناس كده في الحياة فعلا بيقولوا انتي وحبيبتي بس مش اه لا ده كتار. موجودين، اه طبعا.
مش كتار، هم قليلين، والقليل منهم هو اللي بيظهر وبيطلع كشخصية او كاركتر مميز على تيك توك وعلى الحاجات دي. فمش امم كل الناس كده، فانت لما تحبي تعملي حاجة حقيقية ما ينفعش تروحي للاكستريم. لازم تروحي تنزلي. آه بص، دايما بعيب على الجيل ده ان هو كسول، لانه لا. كان عندنا كان عندنا اجيال قديمه، وكانوا لما بيجي يعملوا اعمال معينه مثلا، طبعا مش كل الممثلين يعني، لكن كان في عندك مثلا اسمها ايه، آه فاتن حمامه. مين طلعت فيه؟ فاتن حمامة طبعا. عملت كام مره دور واحده فلاحه، كتير طبعا. وكذا مره تحس ان هي، لا يعني كل مره تحس ان هي مختلفه، ان دي لكنه مختلفه عن لكنه، تحس ان دي بلد تانية، وكل مره هي متقنه جدا. فلان الناس دي كانت بتذاكر هل فاتن حمامه فلاح، انا ما اعرفش هي منين، بس يعني انا ما اظنش ان هي كانت فلاحه، الست اللي بالعقليه دي فهي اكيد في الوقت ده مش من فلاحين، مش من الريف، بالالف به يعني. لا طبعا. وهكذا. انتوا ليه جيل مكسل يعني يذاكر؟ ليه جيل مكسل ينزل وسط الناس ويلتحم يعني يحتك؟ وإن كانت سلمى أبو ضيف عاملة مجهود والله واضح اه في المسلسل. انا سمعت ان هي عامله، لا اشتغلت على نفسها. جدا جدا. هي بتتطور عموما. كويس يعني. انا شاطرة. مش انا كنت بشوفها دايما، اللي هو لو انت هتطلعي في فيلم او في مسلسل او هتعملي اي اداء، فانت اخرك هيبقى يا اما البنت الموديل، بنت مامي وبابي، يا اما البنت اللي هي وسط ناو. بس انما غير كده مش هقدر اشوفك في دور بقى مركب وشخصية وفكرة ان انت شايلة المسلسل برضو على كتافك، دي فكرة كبيرة يعني. مم. فسلمى سلمى اتطورت جدا يعني اتطورت فده وحلو. يحسب لها. وزي ما انت قلت ان احنا يعني، احنا لما هنيجي دلوقتي نتكلم بشكل عام عن المسلسل، فممكن المسلسل يبقى 50-50، يبقى متوسط. تمام. انا سمعت ان السكريبت كويس، آم، الاحداث كويسة، الاداء التمثيلي لاكتر من شخصية. يعني انا سمعت انه الانتصار لمحمد محمود محمد محمود. مم. والسلمى، يعني دي الحاجات الاشادات اللي انا سمعتها. وفرح يوسف. وفرح يوسف اكيد طبعا. فده كويس بالنسبة للعمل. انت اغلب الناس اللي في العمل اصلا هم مش نجوم شباك، والمسلسل متشاف كويس جدا، مسلسل جدا، ناجح لان هو جماهيريا. اكيد في حاجه بتجبر الناس. انا بشوفه بشكل متقطع، فمش هقدر احكم أوي يعني. يمكن اول 3 حلقات اللي شفتهم كاملين، ما كملتش مم. بعد كده لا انا بسمع بنفس من اختي لان هي بتتفرج عليه، فبسمع منها يعني. عظيم. اكيد بتسمع كومنتات بقى من يعني البرودكشن ديزاين في المسلسل محترم الى اقصى درجه. المكان ده شفته في الاعلان المكان، اوريدي. التفاصيل باين جدا من الاعلام بالظبط، ويمكن التفاصيل دي باينه جدا بقى في الحلقات نفسها لما الكاميرا بتتحرك جوه الشقه. لا، في تفاصيل رهيبه مكان يعني. عارف حقيقي، انت في وتحس ان هو فعلا ان في ناس عايشة هنا. هو انا متاكد ان هو كان بجد خدوا الشقه دي من ناس اوريدي كانت عايشه، لان الحمامات فيها، معلش اسف في التفاصيل لو مقززه شويه، بس حقيقيه موجوده. امم عارف، ما بين البلاط في سواد، اه الحيطان فيها طبقة كده دهنية، الحاجات اللي هي الحقيقية بتاعت الشقة اتعاش فيها. امم الترابيزات فيها. لا يعني كل الحاجات اللي هي بتاعت عوامل الزمن هو والأتربة ممكن يكونوا والخلاف فعلا اوريدي راحوا اجروا اماكن في شقق اللي هي اللي بتتأجر دي، في الاماكن اللي هي بتبقى شعبية او ايا كان، ده وصوروا حقيقي، فيها. لأن في مشاكل كتير بتبقى خارجي، أو يعني لو بياخدوا مثلا الشوت من عمارة من الناحية التانية. امم ما أعتقدش إن ده ديكور، لأن لو ديكور هيبقى ده يعني ياخدوا أوسكار بقى بصراحة، إن مفيش حد يعمل ديكور بهذا الإتقان يعني. صح. دي مناطق التميز لأعلى نسبة مشاهدة وصلة رحم. وانت بقى ايه؟ قول لي ايه متميز تاني شفته؟ انا يمكن اكتر شيء متميز شفته هو اشغال شقة، عظيم. اللي كان متماسك جدا على مستوى السكريبت كسيناريو، ويعني تجنب الحاجات المخاوف اللي احنا كنا قلقانين منه فيها، على هو ان هو يمسك لاين معين
اللي هو لاين الشغالات وشكرا بقى، احنا خلاص احنا كده بنبدل 15 حلقة في شغالات. حاجة فكرة كانت ممكن تعمل في فيلم، انما هو لا، تناول الجانب بتاع الشغل بتاعه وشخصية عربي الصديق اللي بيتدخل وبيبوظ كل حاجة في حياتك. ال- طبعا لاين الشغالات، مش عارف الايه طبعا الترندات، الانفلونسرز. يعني فاهم، هو مسك كذا حاجة وبقى يمسك حاجة يركز فيها شوية، وبعد كده يروح سايبها لحساب حاجة تانية يركز فيها شوية، وهكذا. صح. فعلى مستوى الكتابة أنا شايفه كويس جدا، حلو. ولو إنه يعيبه إنه النص التاني، أو يمكن من بداية من الحلقة العاشرة ولا حاجة، بدأ يحصل إنه، بص أنا دايما مشكلتي مع المسلسلات اللي من النوع ده إنه بيتعمل فيها مشاهد طويلة. المسلسلات اللي من النوع ده أو المسلسلات الكوميدية، اللي زي مثلا مسلسل الكبير أو أيا كان يعني، المسلسلات دي ما ينفعش تبقى فيها مشاهد مطولة. مشاهد مطولة في مسلسل زي ده تفقد اهتمام المشاهد وتزهقه. المشاهد في المسلسلات اللي زي دي بيبقى عايز لاين، عايز فاهم انت، جملتين ثلاثة نقعد نتبادل أطراف الحديث، هوب لاين، مش عارف ايه جوك، موقف، حد حصل له حاجة، مش عارف ايه، راحوا مكان، مش عارف، أحداث كتير، حركة، كلام قليل، وفي نفس الوقت كاتشي. انما انا مش عايز مشاهد طويله فيها حوار نص ساعه وسوء تفاهم بيتكرر كذا مره. طب ليه عمالين نعيد؟ مش فاهم. دي آفة المسلسل من الحلقة العاشرة مثلا، ان هو بيحصل انك تلاقي مشهد مثلا بيحصل فيه سوء تفاهم في حاجة، مثلا حد يقول حاجة فالتاني ما يسمعش، مش عارف إيه. فتقعد بقى تفضل ايه النكتة دي رايحة جاية 4 5 مرات. ليه بتتكرر في الحلقة بص مرتين؟ تلاقي في مشاهد بص مطولة، طب ايه ده؟ فاهم قصدك، معاك ومش معاك. امم قول. معاك في نقطة إن ممكن يكون حصل تكرار في بعض الأحيان في الحتة اللي هي بتاعت اللعب على نفس الكارت. وأنا عندي اعتقاد كده بأن الحلقات بتاعت إنعام سالوسة تتشابه جدا مع حلقات انتصار، مع اختلاف بس الوسيط. امم يعني انتصار كانت شخصية رغاية جدا، فبسبب رغيها ده كانت ما بتركزش في الطلبات، فبيحصل نتاج الطلبات مشاكل. وبسبب عدم تركيزها ده بوظت الدليل اللي هو الفانيلا. امم حلقة إنعام سالوسة هي واحدة ما عندها مشاكل في السمع، فبسبب مشاكلها في السمع بتنفذ الطلبات بشكل غلط، فده برضو خلاها تبوظ الدليل وهو الكبدة بتاعت بيومي. والحلقتين يعني او ال4 حلقات مثلا اوكي. بتوعهم هما الاتنين، اظن هو يمكن اكتر حلقات متماسكة. و... وكنت حاسس ان الضيف اللي فيها اللي هو انتصار او انعام سايب علامة. ده جدا، لا هم أدائهم لا يعلى عليه، لا يعلى عليه، من أحلى المرات اللي شفنا فيها انتصار. ومن إنعام سالوسة أنت عارف يعني عسل وليها محبين. طبعا. لكن انا مش بتكلم عليهم هم كأداء، انا بتكلم على لعبنا نفس اللاين، هو ضحكنا من نفس المنطقة. اه دي ما بتسمعش ودي مش مركزة، بس ما هو ادى بينا الى ايه؟ ان انا جيت، يعني انا جيت حطيت دليل في البيت، هل منطقي ان انا اجي احط دليل في البيت للمرة التانية؟ لا، ده ممكن يكون بس هي الفكرة ان هو المزعج. المرة التانية فعلا لما جت حصلت هو قال له لا انا مش عايز الدليل. رجعه، ما هيحصل نفس المشكلة اللي حصلت قبل كده. في الاخر لبس، فاضطر ان هو يفضل مقعده. فاهمني؟ فالمشكلة ما كانتش من عنده بقى، ان يعني هو اتعلم درسه بس عربي ما اتعلمش. ماشي، هنا المسلسل، ما هو دي بقى من الحاجات اللي بتخليني احترم كتابة المسلسل، وان هو واعي قوي ان احنا هنا بقى عندنا ازمة، بس تعالى نرفها، تعالى اه، ما ينفعش نخليها نعمل احسن. نفسنا عبط مش واخدين بالنا. بالظبط، يعني هو كان ممكن يخلي هشام ماجد يبقى غبي للمرة التانية ويجيب البتاع، لا بس قالك كده الناس هتحس ان هو مش منطقي، تعالى صح. نخليها من الشخصية الاقل ذكاء شوية اللي هو عربي. امم ولكن مش معاك في الحتة بتاعت ان مفيش لاينات كتير. اعتقد سبب تميز المسلسل ده ان هو مش مسلسل معتمد على الكوميديا بتاعت تك تك بانش لاين تك تك بانش لاين، هو لا، معتمد انا اكتر على مش انه بيعمل مش لك مش مشهد مطول، بيبني، بيحط لك اساس للمشهد، بيبني 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 بيبني، وممكن يقوم رامي بصمت حتى من غير انا لاين، وممكن معاك الناس الشخصيات يبصوا لبعض تضحك. معاك في ده، انه احيانا انت محتاج النكته اللي انت هتقولها، او محتاج الحاجه، الموقف اللي انت عايز تضحك منه، لازم تمهد له، لازم تقعد تفرش له حبه حلوين. بس انا ما بحبش اشوف حوار طويل.
حوار طويل، والمشكله الحوار الطويل ده ما بينتهيش بشيء. يعني ما بين تفتكر هو حوار طويل هو ازعجك؟ كأنه حوار طويل درامي مش اكتر، حوار طويل في مسلسل، مش حوار ايوه، لان طويل المسلسل بيفرش درامي الى لحاجة. حد كبير برضو. حلو، بس ما يعني انت ما انت بتتعامل بقى على انت كده ماشي في سكتين، اللي هو انا درامي بس بضحك، بس انا درامي لا لا، بس انت مش بتضحك. بمكيالين. مش هو نفسه بمكيالين، انت هو عندك المسلسل هما مشاكل بيكتبوه. زوجية بتناقشها في اطار كوميدي. احيانا كتير انت بتبعد عن الكور. ايه بقى؟ ما انت اذكر لي بجد. يعني لو انت جاي في بالك دلوقتي مشهد اللي هو وانت بتتفرج حسيت انك عايز تسكيب، فكرني برضو، لا ممكن اكون مش مش فاكر. هسكيب، بص انا هوضح لك. هي الامور وضح لي. بتوصل احيانا معايا اللي هو ايه، انت مسلسل في اول كام حلقة هو اعودك على رتم معين. اوكي. انت عندك قال لك ايه، قال لك انه في مشكله بتحصل في زي ما انت قلت لي، انه اللاين بتاع شغل هشام ماجد ماشي مع اللاين بتاع الشغالات، انه بتحصل مشكله هنا بتحصل مشكله هنا. حلو جدا. صح. صح جدا ومتوازي، الاتنين بيأثروا على حلو، بعض طبعا. والاتنين بالظبط الاتنين بيتاثروا ببعض وبيأثروا على بعض، صح. وبالتالي فالعلاقه ما بينه وما بين مراته بتتأثر. ثم صحيح. بدأنا نتجه، يعني سيبنا شغل الدكتور شويه، واللي هو اظن اللي هو كان يمكن فيه الجانب المضحك او الكوميدي جدا، واتجهنا اوكي. لشغل مين؟ شغل اسماء جلال. اسماء جلال، اللي كان فيه اقل كوميديا لكنه ما كانش مش ضار، يعني ما كانش فيه مشكله ولازم خالص تعمله. بالنسبه لي. لازم تعمله. يعني لازم وركزت تروح له، فيه لازم كتير. تروح للجانب ده، والا هتتهم باتهامات بنت، انت فاهم. اه. وركزت فيه كتير جدا. تمام. وكان مم. في بعض الاحيان هو كان كويس، يعني الولد اللي هو طالع اسمه اسمه احمد ايه، عبد احمد عبد الوهاب الوهاب. ممتاز. ممتاز ممتاز. جدا احمد عبد الوهاب، انا وانا ده من اتفاجئت الناس لما اللي كنت عرفت ان هو كاتب. هذكرهم في الناس بقى اللي هم تميزوا السنه دي. اتفضل. ما هنذكرهم اكيد، وانا اتفاجئت ان هو كاتب اوكي. بالمناسبه يعني. اه اه. فعندك حته تضحك بعد كده. انت بقى الموضوع عباره عن ايه؟ مشهد، عارف انت وانت بتكتب مشهد في الطب الشرعي، الدكتور يقول كذا، عربي يقول كذا، شكرا مشهد خلص. مشهد في الشغل، فبقاش تحس ان مبقاش فيه غاية من المشهد نفسه. لو احنا كنا الاول بنعمل مشاهد الشغل لما بنخرج من البيت او بنخرج من فكرة الشغالات او ايا كان، بنبقى رايحين عشان حاجة، عشان في موقف هيحصل او عشان، فاهم؟ فاهم قصدك. اه. بعد كده ما بحسش ان هو بقى ده نفس الحاجة اللي بتحرك الاحداث نفسها او بتحرك المواقف اللي كانت بتتعمل. فحسيت ان هم فاهم اللي هو ايه، بعد كده حصل اللي هو ايه، خلاص بقى ما انتوا عرفتوا، ما انتوا عارفين بقى اللي فيها. انت فاهم زي كده بقى اوكي، مثلا جه في فهمتوا اخر. النمط يعني. اه بالظبط، هو غير نمط انت خلاص اتعودت عليه، فهو ما بقاش عارف، انت بقاش بي ايه ماشي لك بنفس كأنه فاهم انت خلاص انت حفظت الفقرة دي، فانا مش هجيبها لك تاني او هجيب لك منها حتة اوكي. واحدة. فاهمني؟ رغم ان المسلسل الاسطمبة بتاعته او الهيكل بتاعه وهو بيتكرر كده، هو كوميدي اصلا في حد ذاته، ان هو انت كده انت فاهم انت ماشي في عملية دائرة مفرغة. بالظبط. ومن هنا ابتدي ارتب بقى ال 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 الاحداث اللي كانت بالنسبة لي هي اللي فيها ضحك اكتر، اللي فيها اهتمام، يعني انا مهتم جدا باللي انا بتفرج عليه. لان في اوقات بصراحة انا في الحلقات اللي انا بكلمك فيها دي انا كنت بمسك التليفون، قبلها انا ما كنتش بعمل كده. شوف، رغم ان اوكي. هو مسلسل تمسك معاه التليفون عادي، ان هو مسلسل اجتماعي بسيط يعني، اوكي. مش محتاج تتابع وتبص قوي، لكن هو من كتر ما هو كان حلو كان شدك جدا، فانت مش مركز غير في العبط اللي بيحصل ده، اللي هو الحاجات الكتير اللي عماله تحصل والمواقف و بعد كده بقيت بحس ان في كلام كتير جدا بيتقال، وكلام كتير جدا مش مهم، اللي هو يا جماعه انتوا عمالين تتكلموا في حاجه مش موضع اهتمام قوي، فاهم؟ فابتديت ان انت تبص حواليك تتكلم مع اللي جنبك مش عارف ايه، انت فاهم؟ وده لاحظته على اهلي برضو، اللي هم يعني اكيد هم فكرتهم عن نوعية المسلسلات دي، بس انت في الاخر متارجت الناس دي كمخرج وكصانع. الناس دي بالنسبة لك هي عامل من عوامل نجاح المسلسل. انا ابويا بيحب المسلسل جدا وامي بتحب المسلسل جدا، فاهم؟ بس بحسهم في الحلقات الاخيرة دي هم اوقات كده لو ممكن يقوموا يجيبوا حاجة ويجوا. الاول لا، كانوا بيفضلوا قاعدين فاهمك قدام فاهمك الحلقة لحد ما فاهمك تخلص. فاهمك. هو مسلسل بيلم الناس عموما، وده حقيقي. يعني دي من ده الحاجات حقيقي اللطيفة جدا. جدا اللي تحسب له. يعني انا عندي هنا في البيت، انا عايز اقول لك كنت بفرجهم على الحلقة اللي هي بتنزل على شاهد قبلها على السحور، تاني يوم اوكي. يتفرجوا عليها على ام سي مصر.
جميل. اه انت متخيل؟ ويقعدوا يستنوا فاهم. الاعلانات على ام سي مصر، ده حاجه ما بتحصلش يعني. نايس، لا نايس والله. لا هو في الحتة دي جدا يعني. هو ما عشان كده بقول لك هو سلاح ذو حدين، انت ما تقدرش يعني تتلاشاه. لان انا فاكر الحلقة الاولى ناس كتير كان عليها اراء ليها اراء سلبية. الحلقة الاولى اللي نزلت دي خالص، اللي هي قبل رمضان، انا فاكر كان في ردود فعل من نوعية ايه، لا ما بيضحكش، مش ظريف. لما علشان يا دخلت جماعه الاحداث انتوا بقى في فاكرينه تاني حلقة. كوميدي، هو مش كوميدي يا جماعه، هو لا يقدم نفسه على انه عمل كوميدي، ويقدم بالظبط. نفسه على انه عمل درامي اجتماعي، يمكن مش درامي كمان، عمل اجتماعي عادي. بالظبط. في كذا جانب، في مشاكل بتحصل بتضحك. بالظبط. فهي دي حلو، ما هو مشكله في مشاكل الناس بتحصل للاسف. بتضحك على حسب احنا النهارده عندنا مشكلة ايه، بيكون حجم الضحك. ولكن بالظبط. الاهم من ده كله ان غالبا مفيش حلقة بتعدي من غير او سيكونس او مشهد لا لا، ده حقيقي، بيعلم. ده حقيقي. ويمكن وده شيء يمكن انت بتفتقده. يمكن ده كان جزء كبير منه هو شخصية عربي، سواء كتابيا أو على مستوى الأداء من مصطفى غريب. طبعا. لا بص، هو يعني انت عارف في مسلسلات كوميدي تانية لما لما كل 3 حلقات بتتحسن بنقول يا ده. مم. فاهم قصدي، اللي هو يا اخيرا وبتاع. اه. غالبا اشغال شقة انت لو افتكرت هتلاقي الحلقة الاولى في المشهد الاعظم فيها هو تلقيهم لخبر ان ام صباح، ام صابرين، ام صباح، ام صابرين غسلت الدليل. ده مش الحلقة الأولى، أظن الحلقة التانية أو التالتة. لا لا لا، الحلقة الاولى خالص. الأولى؟ لا، الأولى ما الحلقة كانش فيها أم الاولى لما صابرين. غسلت الفانيلا. ولا حلقة، أول حلقة فيها شغالة تقصد؟ اول حلقة فيها شغالة يا استاذ اه، محمد. أنا اه. بحسب بتقول أول حلقة في المسلسل. مم. فغسلت الدليل. فده كان من الحاجات يعني من المشاهد اللي تفتكرها بعد كده. هتلاقي عندك المشهد بتاع الكبدة، في حلقة فيها المشهد وما بتاع الراجل ليه، اللي كان بيتوضى، مشهد وده الراجل مشهد وهو عبقري بيتوضى. برضه. ده رهيب. لا لا، في ده مشهد وهو رهيب. بيكسر الباب عربي، حاجات كتير عربي جدا. وهو بيكسر الباب. لما طلع على الراجل لما رهيب رهيب، وهم رايحين يحققوا مع الراجل. آه، والمسلسل طلع لك مم. بكذا كمان جملة تفتكرها. طبعا يعني جمل هتعلق معاك، يعني من نوعية حقيقي بتاعت ودي برضو من الحاجات اللي انا بحترمها جدا. الاهتمام بكل ممثل بيدخل معانا في المشهد انه يكون بالظبط. عنصر مهم. ما عنديش انا الست البطل مرات بتاعي اللي هو محور كل حاجة، محور النكت خالص ومحور الدراما خالص. ومحور الكوميديا وده ومحور الحدث، لا. ولذلك ده مسلسل مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعمله غير هشام ماجد، لانه متفصل على صح. الحتة اللي بيضحك منها هشام ماجد. هشام ماجد عنده استعداد انه يقعد في مشهد 5 دقايق هو ساكت وهو اللي بيضحك. اه، لان هو هشام اتم، جدا. وشه هو اتم. بوكر فيس جدا. هو مم. بيحدف النكتة وهو قافل وشه. هو اصلا يعني حتى لما تيجي تشوفه حتى في اللعبة اللي هو مسلسل كوميدي، هشام ماجد اتم. بالظبط. ما بيقولش يعني، هشام ماجد رخم مزعج، هو اكتر حد هو اكتر حد لئيم، مش عارف. فهو مش شيكو هيقول نكت، هيضحك، هيبقى، انت فاهم. بالظبط. لا ايوه، لا هو ما عندوش الكوميديا اللي هي الواضحة. يعني انت ممكن لو مش باصص ما تعرفش ان هو قال نكتة. صح، يعني ف حتى ايام برضو الفرنجة كان في نفس الموضوع. جدا. حملة فهو فريزر كان اتم. ده جدا. ده هو طول الوقت هو بيتعكس عليه. عشان كده بقول لك ممكن في مشهد 5 دقايق يبقى هو ساكت وهو اكتر حد بيضحك. لان هو مجرد ان انت خلاص عارف ان الشخصية دي هي الاكثر جدية في كل اللي قاعدين، فانت ده اكتر واحد بيضحكك. صح، بالظبط، صح. لان انت عارف ان هو اكتر واحد هيموت مجلوط من اللي بيحصل حواليه من الشخصيات. ففكرة بقى ان وانفعالاته الشخصية كمان، انفعالاته كوميدية جدا. جدا عبقري. لا هو ممثل شاطر، وحاسس ان هو هنا مختلف على فكرة عن اي مرة. يعني هو دايما عنده الحتة الهادية قوي دي، بس هنا مش الهادية اللي بيفليكس بيها. اوقات هشام ماجد كان بيفليكس بان هو بوكر فيس، بان هو ما بيديش رياكشنات، بان هو تقيل. لكن هنا لا، انا حاسس ان هو بجد انا حاسس ان هو بيمثل، زوج قوي. عنده تمثيل. ايه. انا حاسس ان هو زوج قوي. جدا نضج، جدا جدا، والله عنده بجد نضج يعني. رهيب. لا، انا يعني شاطر فاهم، انا جدا. انا أنا من المسلسل اللي واخد عنه انطباع تام ان هو، لا انت بجد زوج، وانتي جدا مراته، اللي هو انتوا الاتنين كل واحد فيكم جاي من عالم مختلف شوية، ولكن بتتلاقوا بشكل او باخر يعني. جدا. لا لايقين جدا. واسماء جلال لايقه جدا، بعيدا بقى عن الاستظراف اللي لازم نستظرفه على اي بنت ما بنحبهاش وبتاع. لا انت دم
اسماء جلال انا عامله لسه اللي عليها شايف بالملي. لسه شايف بوست امبارح، يعني مش عايز اتكلم ومش عايز اقول لك هو فين، بس انت هتعرف. قول. حد كاتب بيقول لك لماذا سلمى ابو ضيف وجميل عوض ونور ايهاب واسماء جلال، وحتى اسامي ناس كتير جدا، في بعض اوكي. منهم كويس، في بعض منهم بالظبط. تاني بيتحط في ادوار هو بيمشي فيها. فانت هو انت ليه مستني ان احنا يبقى احنا الوسط الفني بتاعنا كله ممثلين هو ايه بقى، بتوع الادوار المركبه، انت فاهم؟ ايوه. عايزين بقى كل الممثلين اللي عندنا يبقوا دينيرو، ويبقوا الباتشينو، عادل امام، وطارق لطفي. واحمد زكي وطارق لطفي. مم. تحس ان هو فاهم دايما في اللي هو ايه، احنا ليه كل الممثلين عندنا مش بيعرفوا يمثلوا شاطرين يا ابني؟ في احيانا بيبقى مطلوب منك انك تجيب حد عادي، مش خارق، الدور مش مركب، انت ليه عايز ممثل قدير؟ ومش بس عادي، اصل بص، يعني الكومنتات دي بتتقال لسببين. سبب منهم احداث شويه، لان هو نفس الشخص اللي بيقول لك احنا ومش احنا وبتاع. يا عم انا ممكن اعدلك دلوقتي عدد ضخم من الافلام بره كان بيقوم ببطولتها ممثلات على قد حالهم جدا، ولكن الدور كان مناسب ليهم جدا فقدموا فيه اداء يعني هو الافضل. اداء يعني ناس تفتكره. اداء الناس تفتكره بص، اصل ما هو تاني فيه. انا دلوقتي عايز واحده في الفئه العمريه كذا، او تديني الايحاء بتاع الناس انها كذا، صح. بلس عايز شكلها يكون كذا، بلس عايز مم. ادائها يكون على قد اللي انا عايزه بالملي. لا 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 عبقري، لا عايزه تبقى شابوه فت ولا مش شابوه. وان في اللي انا عايزه. اه، وعلى فكره اوقات الاداء الكويس قوي بيسرق من بيخطف العين من حاجات تانية كتير. يعني شوف اسماء ابو اليزيد اللي لسه بنتكلم عنها قد ايه هي شاطره. اسماء ابو اليزيد ناس كتير ما بتاخدش بالها ان دورها في فيلم الكويسين هو كوميدي جدا من كتر ما هي شاطره. صح. هي اتقنت النكته لدرجه نسيتك ان هو دور كوميدي. فاهم البوينت؟ اه. فلا، اسماء جلال بتقوم باللي عليها بالملي، ولما اسماء جلال بيطلب منها جميله ان هي ترمي وخفيفه جوكس على بتبقى القلب. شاطره جدا. هو ايه. خفيف، هي اصلا خفيفه، شخص خفيف، انت شخص اللي هو حتى لو هو انت يعني هي دمها مش خفيف، ما بتقولش ان هو كده، انت عادي تحب تقعد تسمعها، هي مش مزعجه، خالص، لا مش لا، لما هتضايقك. بيطلب منها حاجه بتعملها. يعني في حلقات كان بيتطلب منها ان هي تدي رياكشن بس، كانت بتعمله حلو قوي. الحلقه اللي هي لما بتاع والتايمنج، طبعا التايمنج ده هي واخداه من حد، بس برضو عندها شطاره في ان هي تقوله. يعني برضو لما كانت امه بتعايره بان لما جه الطاهر متاخر قوي فحصل له اللي حصل له ده، فبعد ما بتخرج خالص من المطبخ بعدها بعشر ثواني كده بتسمع صوتها من جوه في المطبخ بتقول له انت حصل لك ايه. ادائها ده صعب جدا على فكره. اداء جمله زي دي صعب. انت لو سخيف وعارف انك بتقول نكته هتقولها كانك بتقول نكته فهتسخفها. صح. يعني هي ما انت قالتها احيانا بفضول زوجة، عارف فاهم؟ انت النكت الجديه جدا دي اللي هي بتبقى جايه اللي هو كانه سؤال، بس هو سؤال كوميدي، بس هو بالظبط. سؤال بجد. اه، بتتطلب حرفة طبعا في انك تقولها. فلا، اسماء شاطرة طبعا، يعني مناسبة جدا. فهو المسلسل، لا المسلسل كويس، اختيار ضيوف الشرف كان اختيارات كويسه. ممتاز. آه التدرج ما بين انك عامل حاجة كاتش جدا زي انتصار، مع حاجة تانية اقل شوية، زي كانت مين اللي كانت بعد انتصار؟ ايمان السيد اعتقد. ايمان السيد. كانت جميلة جدا ايمان السيد، بالمناسبة دي من المرات اللي انا استمتعت بايمان السيد فيه انزلوب واطلع عبو دي برضو من الحاجات اللي هتبقى ايكونيك مع الوقت. جدا. وبعدين فكرة ان انت بتتخن اي حاجة، حتى الارنب ايوه تخنته. ايوه، الارنب ده اصلا بقى خلاص ايكون بقى. انت من هو رايح صورته هتنزل الناس هتعرف. ونقطة كمان، مم. استعمال محمد محمود بالشكل ده. كان عندي بالظبط. مشكلة انه دايما احنا لما بتجيب محمد محمود في اي عمل، تلاقي محمد محمود بيزعق، عصبي، متفهمش ليه. انت عارف انت اي عمل تقريبا طلع محمد محمود، في محمد محمود كان احيانا بيجيله لحظات عصبيه كده، ده بيتعصب، حقيقي. بيطلع، ده حقيقي. بيعلق على اللي بيحصل. انما محمد محمود ايوه. عاقل جدا ورزين ودكتور، بس جدا. دكتور في كل حاجه، دي النكته. دكتور كل حاجة دي في حد ذاتها نكتة رهيبة، اللي هو دكتور في جلدية ودكتور تخسيس هو ودكتور. مم. هو مسلسل عمل حاله كده كوميديه جدا او عبثيه في نفس الوقت، انك انت عندك هما دول بس بتوع الطب الشرعي اللي بيروح في كل الحوادث، هو ده وكيل نيابه اللي بيروح في كل الحوادث، هو ده الدكتور بتاع كل التخصصات، انت فاهم؟ بالظبط. فكانت حاجة لذيذة يعني. ولكني جدا جدا، استغربت لا ده. غياب سلوى محمد علي عن أغلب الحلقات.
اه ده حقيقي، ده حقيقي، ده فعلا بتختفي كده بشكل غير مبرر، ولكن ممكن اه، يكون فاظن ده مش لأسباب سكريبت على قد ما هي كانت عندها ظرف او شخصية. لا اه. حاجة شخصية جدا، ان هم يعني كانوا ممكن يخلقوا كم كوميديا رهيب بمقابلة الحماتين لبعض طبعا يعني. امم. لكن واضح ان كان في ظروف شخصية. صح. آه، بس هو المسلسل ده لو بيأكد على حاجة، بيأكد على ان احسن ناس يقدموا كوميديا هم الممثلين الشاطرين مش الكوميديانات، واحسن ناس يكتبوا ويخرجوا كوميديا هم المؤلفين والمخرجين الشاطرين مش المؤلفين المتخصصين في الكوميديا. صح. بس لان احنا دلوقتي بنتناقش، احنا اكتر حاجه خدت كلام في الحلقه لحد دلوقتي هو اشغال شقه اللي هو مسلسل كوميدي. امم. فانت بتتكلم عن مسلسل كوميدي واخد تقدير زيه زي اي مسلسل تاني، صح. مش بنبص له انه درجه تانية بقى، ده انت وبعدين كوميدي جاي من وبتاع. مين؟ من ناس عملت السنة اللي فاتت تحت الوصاية، اكتر بالظبط. عمل ناس عيطت فيه. فانت ما فاهم هو ده انتوا جايين منين؟ فلا بالظبط. لا شيء كبير. خالد دياب الكتابة اكتب وشيرين دياب موقف محترم هيضحك، صح. مثل اللي مطلوب واكتب منك موقف هتضحك، مش حقيقي. انك ايه. اكتب موقف حقيقي، اكتب حاجات حقيقية، اكتب شخصيات حقيقية، اكتب يعني اكتب لي حاجة. مش اللي هي مش نكت الكبير. ما تكتبش مسلسل الكبير هتضحك بالظبط، ما تكتب عموما، ما تكتبش مسلسل كبير يعني، ما اصلا تكتبليش يعني. الحاجات اللي هو لازم. هنروح بعيد ليه؟ رحمة احمد ظهورها في اشغال شقة ممتاز. رغم ان هو كان مستفز. مستفز جدا، بس بيموت من الضحك. اه. ليه؟ لان اذا المشكلة مش في البنت يا جماعة. ده لا، وليه؟ ما احنا شفنا رحمة احمد في حاجات تانية. يعني انا رحمة احمد في اسمه ايه الفيلم بتاع شيكو، اللي هو فيلم ما كانش قوي جدا كمان، ابن فيلم كان الحاج احمد. ضعيف. ابن الحاج احمد كانت ليها بعض اللحظات بتضحك. رحمة احمد في البلاتو كانت كويس. بتضحك، امين وشركاه ورحمة بتضحك احمد طبعا. منه شكلها سوري. رحمة احمد كممثلة مسرح اكيد كانت كويسة، لكن سكريبت ايوه، اصل الكبير هو هي اللي لو مش ضعيف. كويسه ليه هتاخد يعني، اصل انت بتمثل مسرح شباب، فليه هتوصل لدرجه ان في مخرج يجي يشوفك فيختارك يعني. وده يخليك برضو تبص النقطة انه يا جماعة، طب انتوا بتشتكوا من اداء رحمة احمد السيء وفي نفس الوقت بتشتكوا من سيناريو المسلسل السيء، هل ده ما بيقولكوش حاجة؟ بالظبط. يعني هل مصطفى ده ما بيقولها؟ غريب. يعني واضحة يا جماعة المشكلة فين. مصطفى غريب ما هو في الكبير. مصطفى غريب. مصطفى غريب انا اللي استغربته اصلا، مصطفى غريب لما ظهر في الكبير الجزء السادس وما كان واخد مساحة على قده، كان يعني كانت فت على قده مظبوطة، صح. صح. كان خاطف الأضواء. دي نقطة أنا حتى قلت لك أنا ده أكتر حد أنا بحب أتفرج عليه. في الجزء السابع مصطفى غريب دوره قل. معرفش هل دي علشان هو الواد ده هيخطف الدنيا وعنده حنكة وطريقة كده في إن هو يقول الإفيه، لا ولا ما علشان كان اعتقدش عنده خالص. ظرف. إيه؟ لا لا، ما اعتقدش السبب ده خالص، لان اللي سرق الاضواء فعلا هو حاتم صلاح، ومع ذلك حاتم دوره زي ما هو، بل بيكبر مع الاجزاء، فما اعتقدش يعني. مش عارف أنا حازم صراحة ده ما بستلطفوش خالص، بس ماشي. لا بعيدا عن التفضيل، ولكن انا بتكلم في اللي كان لا، اكتر شهرة. كشخصية في المسلسل. ايوه، كشخصيه في المسلسل الناس كانت بتعلق جدا على الباروكه، على الغمزه، على الحكم اللي بيقولها، لكن مصطفى كان واخد تقدير طبعا، بس ما كانش واخد التقدير اللي هو يعني كل ما تفتح تلاقي بوست عن مصطفى. الدليل على ده ان الناس بتكتشفه دلوقتي يعني. صح. الناس هو السنه بتكتشفه دي في في السيزون ده إنه طلعت لما زكريا جديد. بالظبط. ليه ده ما اتقالش ايام الجزء السادس في الكبير؟ لانه ما كانش ملفت ما كانش، للدرجه. والمساحة بتاعت الدور كمان ما كانتش تقول إن ده طلعت زكريا جديد لأنه ما كانش بيسند خالص. لحد. خالص خالص، هو بس نجح في حته ان هو قدر يبيع لك حته ان هو طفل دي. ده حقيقي فعلا. ده نجاح رهيب. كانت عظيمة. ف... وكما علق اتفضل، أنا اسف. فمصطفى غريب كان كويس. أحمد عبد الوهاب اللي احنا اتكلمنا عنه، ودي ممتاز. هنروح لها يعني. احمد عبد الوهاب آه... برضه بيكسر تابوه جديد، وهو فكره الشاب اللي شكله حلو بس دمه خفيف. لا الواد لذيذ جدا. الواد ده أنا شفته في الحشاشين أولا، طبعا ما احنا نروح له، مش وطلع الحشاشين طبعا برضه. طبعا هو سكريبت الحشاشين هو اللي دمره، بس تمام يعني. اوكي. متقلقش متقلقش. ماشي يا سيدي. آه... لكن هو لا الواد لذيذ جدا ويثير انتباهك يعني. هنا اي بس جان يا لما عم، واد شكله حلو يعني، تجيبه في دور رومانسي مستريح، مم. ومع ذلك دمه زي العسل. وكاتب مسلسل شيكو اللي هينزل في نص التاني من رمضان، ف وكاتب انترستنج يعني. مسلسل شيكو لانزل، وكاتب البيت بيتي. كاتب البيت بيتي
كاتب حاجات موهوب على كذا ناحية. ولما مثل دراما في الحشاشين، وعنده مشاهد أكشن في هو الحشاشين ممثل واشتباك مسرح ومعارك. كمان، فاظن هو ده السبب. لا لا، هو شاطر، هو شاطر جدا يعني، متعدد المواهب. شيرين في أشغال شقة عبقرية. جدا جدا، انا بحب والست دي شيرين علامة أوي. استفهام ايه. بحب شيرين قوي. ست جميلة 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 جدا جميلة، جدا. وعلامة و... استفهام رهيبة. وقريبة منك قوي كشخص، يعني تحس انها شبهك قوي، تحس انها شبه امك اللي في البيت، فاهم؟ تحس انها شبه أوي خالتك، عاملة اللي هو حد أم انت حقيقية. بتشوفه، يعني مش اللي هو ممثلة عاملة دور واحدة بنت بلد لا لا، شوية، لا هي فعلا كده، تحس ان هي كده، حتى لما كانت طالعة في سبع جار كانت كده. مرحرحة أوي، ست مرحرحة. بس هي علامة استفهام بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإن هي أنت عارف إن هي طبعا في الحقيقة هي ست راقية قوي، وعارف أنت امم اللي هو رجاء الجداوي كده يعني. صح. الله السكة يرحمه. دي، الله يرحمها طبعا، يعني قصدي نفس السكة اللي هي بتاعت ياي والحاجات دي. ايوه. ومع ذلك الست دي لما بتيجي تعمل دور حد من طبقة اجتماعية متوسطة شوية، زي امم دورها مثلا في أشغال شقة، أو أم عندها بقى اللي هي ما بتغيرش مخاوف أدائها تماما، بتاعت ما سبع بتغيرش جار. تون صوتها تماما، ومع ذلك بتتحول إلى الشخصية، متفهمش ازاي. صح. واللبس، الحجاب بيليق عليها. بيليق عليها جدا، بس انت لو جيت تبص يعني، هي لما بتيجي تتكلم مع بنت تقول له مراتك بقى، مش اللي هو الطريقة اللي هي دي اللي راقية دي، بس لايقة لايقة. تفهمش ازاي، ما هو ايوه لما. ايوه، انت عارف، انت تحس ان هي ايه من الستات، يعني بص انا دايما عندي حته كده. انا امي دايما، يعني انا يعني بشوفها دايما في امي. امي كانت موظفه بقى في مؤسسه حكوميه وبتاع، وبتلبس وبتهتم، وعندها شنط بقى، وعندها جزم، وعندها، وكل يوم بقى اوتفيت، ما كل يوم بتشتغل بقى. حلو جدا. وفاهم انت، وفي نفس الوقت الست اللي بتخش السوق، واللي ممكن تتخانق مع جارتها اللي مش عارف الغسيل كان بينقط وما حدش قال لنا، ولا حطت مش عارف ايه. فاللي هو ممكن عادي تلاقيها تاخد منها الجنبين بكل بساطة جدا، تعمله في نفس الوقت. يعني فاهم، شي كان دو بوث، يعني اللي هو عادي، اللي هو تقدر بالظبط. تعمل الاتنين عادي جدا. طبعا لا، هي عندها الحتتين دول بتعكسهم بشكل ممتاز جدا، شبه فعلا الامهات في الحقيقه، اللي هم عندهم مم. الحتتين دول. الله، لما بتروح شغلها بتبقى بتدي ايحاء معين، بس برضه هي في البيت وفي بتبقى المناسبات بتدي إيحاء معين، عادي يعني. امهات بقى، وبيتلونوا كل سنه هم طيبين يعني. كل سنة وهم طيبين أكيد. حد تاني لفت انتباهك؟ في المسلسل، يعني في ناس جم. الجرسون. مين؟ الجرسون. الجرسون رهيب على فكره. هو اعتقد انا شفته في حاجه قبل كده زمان، هو كان بيمثل من زمان واختفى. هو في كلام ان هو برضه من جيل نفس العيال، يعني نفس الناس اللي هي اكتشافات جديدة. ايوه ايوه، لا اسمه انا احمد فاكره شفته في المحمدي او حاجه. محمد المحمدي حاجة. ايوه بالظبط، هو ممكن يكون كده، ممكن يكون هو ده، صح صح، لان انا امم شفته في حاجه من فتره، قعدت اقول انا شفته في حاجه من فتره ومش عارف هو فهو ايوه صح، هو مؤلف. هو يعني اغلب العيال دي اصلا ظهورهم في اللي بينور قوي ده في المسلسلات، بيرجع فعلا ان هم احيانا اغلبهم بيبقى مؤلفين او يبقوا صناع نفسهم. هو ملفت جدا برضو، من الشخصيات الملفتة جدا مرات الدكتور بتاع الطب الشرعي، ممتازة. جدا جدا من أعظم جدا. الكاركترات اللي طلعت من فترة طويلة عموما يعني، مجرد دخولها في الكادر انت مت على نفسك من الضحك. تحس الناس في عالم اخر. رهيبة رهيبة، رهيبة جدا، وموضوع حقيقي حقيقي حقيقي، ده بقى عبقري. آه، حقيقي. حقيقي. لا عسل جدا. ولا وايه، ولما صرخ لما بتقول له ايه الجزار طلع مش كويس، يا الله على على المهلبية. الراجل ده برضه لا لذيذ جميلة. جدا. انا ناسي اسمه بس. محمد عبد العظيم. محمد عبد العزيز، لا لا هو مميز جدا عامة يعني. شاطر شاطر، عايز اقول لك ان وبرضو انا اختيار. امبارح، وفي حاجة كنت مسقطها امبارح. ايه بقى؟ فتحت فيلم الفيل الازرق كده، اول ربع ساعة منه، مم. فاكتشفت ان هو كان السواق. ايوه، اللي كان بيقول له ولاد الكلب صرفوا مش عارف ايه على اه تجديد دي جنيه المتحف. بدل ما يصرفوهم على الحشاشين. ف مش كان عايز يصرفوها بيتنبأ. على الحشاشين، شفت كان تلف بيتنبأ. الدنيا. الراجل ده كان مسافر عبر مم. الزمن، يتنبأ ان كريم عبد العزيز يعمل حشاشين كمان 10 سنين. مم. لا، محمد عبد العظيم برضو اختيار سبحان الله، ان محمد عبد العظيم كان السنه اللي فاتت مع خالد وشيرين دياب في تحت الوصايه، واتكره وكان جدا وكان ايه فت وان جد. جدا.
هو اختيار هو اوت اوف زون. هو انا بحس اصلا ان الاختيارات كلها حلوه، يعني اختيارات المسلسل كلها في الكاست حلوه صح، كلها معمولة على بمزاج بعضها كده. جدا. المترجم. المترجم الواد ده انا بحبه من وقت متحف الدحيح لما كان عامل نيوتن. ايوه، هو معروف، بيعمل فيديوهات على فيسبوك، بيعمل الجندي الامريكي البريطاني. اه اسمه ميشيل. ميشيل اسمه ايه؟ ميلاد. اسمه الحقيقي. ميشيل ميلاد. ده ممتاز، ده شاطر جدا. لا جدا جدا، شو انا بحبه اصلا، وهو عنده حته كده بتاعك اللي هو ايوه ماشي، يعني انا فاهم ايوه بتكلم ايوه، كده. لا الزهق ده، هو زهقان جدا. كان عاملها جامده فشخ في المتحف ده، نفسي تشوف الحلقه دي بتاعت المبارزه ما بينه وما بين اينشتاين. فكانت لذيذه اوعدك جدا والله شوف. لما كان عاملها بقى اوعدك مين اشوف. الواد اللي هو طالع رئيس القناه اللي هو رجائي. ايوه 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 ايوه، ما انا عارف طبعا. ده ف شاطر جدا برضه. الواد ده برضه انا بحبه جدا جدا، ووشه شبه عبد المنعم ابراهيم صح. عبد الله المنعم يرحمه. ابراهيم، صح. هو اسمه عبد المنعم حاجه اصلا. عبد المنعم ابراهيم ولا عبد المنعم رياض؟ لا عبد المنعم رياض ده شهيد في لا الجيش. ده شارع، ده اعتقد ده قصدك عبد المنعم ابراهيم اللي هو بتاع ابراهيم اللي سيرة هو قايتلك اللي في. كان عامل سكر، سكر هانم. سيرة قايتلك في، ايوه، سكر هانم في تفيت السكر، وايوه طبعا. اه فلا، هو مفيش حد بيطلع في المسلسل ده غير لما بيبقى لطيف، يعني هو اجمالا زي ما قلنا في كل كلامنا ان هو مسلسل يتم معاملته معاملة المسلسلات مش المسلسلات الكوميدي اللي هنعديها. صح، هو مسلسل خفيف لايت كده. وفي جانب كوميدي يعني. حتى لا يعني نسرح ونبعد ونسحق في الجحيم. انا بس مش عاوز ادي الاعمال اللي احنا هنتكلم عليها دي لانه احنا برضو خلينا ما ننساش قبل ما ندخل في دوامة المسلسلات البشعة. ما ننساش مسار اجباري. انت شفت مسار اجباري وانا شفت منه بعض الاجزاء. آه واظن انت يعني خدت جزائك من الفرنش فرايز اللي في المسلسل. لا، ده موضوع ملف مش عايزين نفتحه بقى خالص، ده بقى ملف نقفله على عكس ده ملف ملف نقفل نعمل على عكس افوكاتو. ملف نعم اه. مسار اجباري مسلسل مسخ، ممكن نوصفه انه مسلسل مسخ. مسخ. مسخ جدا، لان هو عنده كتابة بتتميز في حتت، ولكن بتبقى سيئة جدا في حتت تانية، يعني كتابة عصرية قوي في حتت، مم. وبتتحايل على كليشيهات كتيرة جدا، وفي بعض الأحيان التانية المسلسل بيتحول إلى كليشيه رهيب، ويمكن الكليشيه الرهيب ده بيبان جدا في دقن رشدي الشامي مثلا، اللي هو شرير بقى فلازم يبقى في حاجة مميزة. يعني فلوس الشامي بشكل عام. رشدي الشامي بشكل عام. والدقن اللي هو لازم بقى ايه، دايما بيبقى عارف، انت بيجي يدي اوردرات وهو معدي بالعربيه كده، عارف المشهد ده، اللي يقوم فاتح ازاز العربيه يقول لك خلص على فلان، يقوم شارب السيجار وماشي كده، اللي هو كليشيه الشرير. بينما انت فيلن في مشاهد تانية ايه، ابسط فيلن، افريج فيلن في اي حته. افريج فيلن جدا. هو عموما التون بتاعت المسلسل افريج شر بتاع 2008، او بتاع واحد من الناس ده، اللي هو بتاع في شخصية بنت مش عارف مين في البلد تقيلة جدا، اللي مم. هيقرب منه بيموت، الحاجات دي. المسلسل برضو على مستوى يعني على مستوى التجديد في التصوير، المسلسل 90، بلاش يا سيدي 90، جزء كبير جدا 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 من المشاهد بتاعته خارجي. وده شيء فعلا الناس انتبهت له، انه المسلسل قدم لهم نقطة مهمة جدا، انا ان المسلسلات كتير مبتعملهاش دلوقتي، التصوير الخارجي في شوارع المدينة. لانه جدا. بص، اي عمل بيربط اي حد او اي حاجة، يعني الحاجة الوحيدة اللي بتربط المشاهد بالعمل اللي هو بيتفرج عليه انه ينتمي للمكان اللي بيتصور فيه العمل بتاعه. يعني بالظبط. لما اشوف مسلسل متصور في اسكندرية زي العتاولة، فانا سعيد انه احنا اخيرا طلعنا من دوامة القاهرة. ولكن ولكن ما تجيبليش اسكندرية اللي الناس كلها السياح عارفينها. انت جاي تصور مسلسل ولا جاي تطلع سياحة؟ كل ما هو تصويرك برضه في انا لو كل رحت اسكندريه مكان. وصورت في شارع جانبي مش هستفيد قوي. ماشي انا معاك، طب ما تحت الوصاية صور في اسكندرية، صور ولا ما صورش؟ صور في اسكندريه هل بس انت هو حسيت ان كان. هو اوقات كتير جدا بيقحم لك احنا على البحر؟ اوكي، بس هو ما كانش فيه مساحه قوي، لان برضه هو كان معظم الموضوع كان فيه هروب ده, يا ده ناس في بالعكس، ده شقق انت كده تقول تحت الوصاية احسن. ليه؟ لانه تحت الوصاية هو كده مساحته كده في تحت الوصاية احسن من اسكندرية. العتاوله، يعني ما انا فيش معاك نقاش يعني. بس انا بتكلم في اه. مفهوم انه انا عندي تحت الوصاية مسلسل، جزء اللي في اسكندرية صغير،
فانا لما احب اقول لك احنا في اسكندريه هنعمل ايه؟ فاهم قلعه. قصدك، فاهم يلا بينا قصدك. على القلعه. اصل انا بحر مش على انا مش طول. بصور المسلسل كله هناك، انا بصور جزء صغير جدا من المسلسل احداثه ترتبط باسكندريه. تمام. فاهم قصدك. على عكس العتاولة اللي هو اصلا الحدوته بتاعتك كلها في اسكندريه، فالمفروض المطالب منك انك احنا في اسكندريه تديني الفايب بتاعت اسكندريه، بس في نفس الوقت عادي لما يبقى في مشهد تصور ليه في شارع جانبي، روح اماكن الناس ما تعرفهاش. انما جو ان انت كل حلقه اشوف القلعه، اشوف الماكس، اشوف الفنار، اشوف الترام، اشوف كوبري ستانلي، او اشوف كوبري ستانلي من فوق. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه بجد؟ او عشان شكلها حلو في الكاميرا يعني؟ ما انت بس عشان انت مش 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 هتعرف تعمل عايز، كده في القاهره، فاهم؟ مش هتعرف تعمل كده في القاهرة. بس مع ان على فكرة مسار اجباري في الحتة دي شوية، يعني برضه هما بيصوروا في وسط البلد، بيصوروا في يا معالم. ريتهم نزلوا صوروا فوز يا عم، يا ريتهم راحوا عند المتحف اللي عندنا. بس المشكله ما عملوش يعني كده، ما لا المشكله هم فاهم ما يجيش افريج سكة احنا العتاولة يعني. خالص المتحف. افريج مش هجيب سيره العتاوله، انا بس بحاول بس الوم واعاتب يعني، بس مش مشكله. انا حقك اعاتب تلوم ليه؟ وتعاتب. بص، سريعا مش عايز ابان صورة الشخص اللي بيدافع عن العتاولة، بس يمكن نوعا ما فكرة التصوير في اماكن معروفة قوي في اسكندرية وتكرارها بيكمل بس فكرة العبثية الشديدة اللي في المسلسل بتاعت ان احنا اسكندرانية، فطول الوقت نقول هنعمله وننزله ونطلع وايو احي امم وتلاتة صح. جنيه، وفلافل. ولايق على الفايب الشعبي والحاجات دي. بشكل عام اجمالا مسلسل يعني انت اللي قلت، يعني هو كده كده. بص، مسلسل الكلام عنه بيفطر انا ومشاهدته محتاج ادفع بتفطر. الكفاره دلوقتي. يعني انت محتاج تغتسل بعد ما تتفرج عليه. مسلسل مش وبجد ممكن يعني. ده حقيقة في المبالغة في استعراض، الاستعراض، اه. استعراض شديد جدا للستات وكده، فين جمعية حقوق المرأة بجد يعني؟ هو فين المشاهد الفضيل عموما اللي هو بتاع رمضان شهر عبادة؟ انا ملاحظ ان الناس كلها عادي المشكلة ان وحابين نفس المسلسل قوي. نفس الناس اللي بتقعد تقول يقعدوا يعني استثاروا جدا بشدة على هدى الأتربي وعلى نهى عابدين هم نفس الناس اللي لما حد يا دوبك بس فاهم انت. واحد مسك ايد مراته في مسلسل تاني. اه حد فاهم، حد قال فكرة جريئة كده، حد قال كلمة جريئة في أي مسلسل، انتوا عايزين تدمروا المجتمع. بالنسبة مم. لأن في مخرج مطلع لك واحدة نافخة الدنيا ببدلة رقص كلها طول ومسميها الأحداث، ايه المبرر؟ رفارف، ومسميها رفارف وبشكل غير مبرر فعلا. تمام. وعمال يلفلك بيها على كل الشخصيات عشان بس يطلع ترند. ف لا، هو ده اكبر دليل على ان احنا في شعب والله العظيم، يعني والله العظيم اخر اهتماماتنا واخر اولوياتنا هي الدين. وان كان مم. طبعا ما بقولش ان احنا كفرة، وما بقولش ان الناس مش فارق معاها الدين. في ناس كتيرة جدا ما بتتفرجش اصلا ومقاطعة، وفي لا ناس فعلا، ده مش هتلاقيه رمضان بيفليكس بالنسبة لها أصلا هو ولا شهر هتلاقيه عبادة، لان هو بيتكلم. فعلا شهر عبادة، بس احنا مش هنضحك على بعض. صح. ده مش اه هتلاقيه بيتكلم على حاجة. قول. بقول لك ده يعني الشخص اللي هو هيكون بيعمل ده بيقاطع اوريدي من نفسه، هو مش هتلاقيه بيشغل باله ان هو يطلع يقول لك انا مقاطع ودي خالص. مش حاجه. هو خالص، راجل اللي عارف ان بيصلي ده واجب بيصلي، عليه. مش هيفتح فيسبوك يكتب الاول انه هيصلي. اه يعني هو فلا. بالمنطق اصلا انت كشخص مسلم عارف انه لا، انا مش محتاج اروح انصح حد، الناس كلها عارفه. اه، يعني رمضان مش جديد ولا المسلسلات جديدة. انت بتحاول تعمل ايه دلوقتي؟ اخد موقف، ابين ان انا اتنشن. مسلم حق. مسلم حق. لكن ده بيأكد على ان الناس ازمتها في الافكار. والله العظيم الناس ما بتستثارش وما بتخافش غير من الافكار. صح. وتاني حاجة الناس عندها، يا عم هنروح بعيد ليه؟ الناس بيبقى عندها تقبل رهيب جدا مثلا لان بنت تيجي تقلع انا ما بحكمش على اي قطران ولا فارق معايا والله، يعني بره عني كل الهبل ده، انا بس بدي مثال. امم ان البنت عادي ممكن تقلع الاشارب بتاعها في مناسبة، صح. يوم عادي يعني، دي مناسبة. بس لو بنت تانية مثلا نزلت الشارع بمش عارف هدوم هي حرة ان هي عايزة تلبسها، كلنا هنقف نحاكمها اخلاقيا، وانت ازاي تعملي ومش ازاي تعملي. اصل الدين ما هو يا يمشي على كله يا نفوت على كله. ما هي اختك ولا مراتك ولا بنتك اللي بتقرر ان هي تغير شكل الطرحه او تقلعها تماما في المصيف. الدين برضو موجود يعني، يعني اللي انت لما بتسافروا الساحل مفيش دين في الساحل مثلا، ولا الدين اجازة في اها. الساحل. لا لا، بنبقى اجازة دلوقتي يا معلم. نفس المجتمع اللي برضه الافراح الشعبية فيها ظاهرة برضه عجيبة جدا، هي الرجالة اللي بترقص رقص بلدي بيقعدوا زي يهزوا وسطهم الستات. جامد.
وبتلاقي كل الناس واقفين بيسقفوا لهم وفرحانين وفاشخين ويشوف ضبهم، واحد تاني ماشي بقى مربي جميل. شعره، ده انت بتتشبه بالنساء اه بقى، لابس ده انت شورت ابن يا عم لدرجة لابس شورت. ده انت ابن مار. آه، يعني فليه التطرف يعني؟ ما هي هتفوت في كله. يا مش هقول لك تطرف في كله الله يلعنك يعني، ما تتطرفش بس خليك في حالك بقى. لكن لا، فبرضه نفس الحتة، خلاص ده المسلسل بتاعنا اللي هو قررنا ان احنا نتملق له، فخلاص بقى يبقى مم. هنتجاوز بقى عن ان في صح استعراض صح. متعمد للستات في اوضاع مش لطيفة تماما ومش خالص، حقيقية علشان دي بتجيب بالمناسبة فيوز. برضه. ومش ايه؟ مفيش واحدة هتنزل تمشي كده في حارة شعبية في اسكندرية ولا في أي مكان في مصر أصلا، بس ماشي. ولا في اي مكان في مصر مفيش واحده جايبه طقم بدل رقص، ومفيش واحده جايبه طقم فساتين بالشكل ده وهي ما كانت في حاره رقاصة بقى، شعبيه. فأكيد بتقعد في بيتها كده بتلبس فساتين الرقاصه بتقعد في بيتها بدل رقص. كده. اه انت فاهم، امال بتلبس ايه في وبتنام على الشغل؟ 1:30 وبتاع. امال بتلبس ايه في الشغل يا جماعة؟ ايوه بتلبس صح عباية والله. ولا ايه؟ لما بتقول انا رايح الشغل هغير، بتغير تلبس ايه؟ ما تغيرش، بتلبس بتروح كده السجاد بلبسها. بقى. اه انت عارف انت، لو انا جايب، فاهم انت عارف عندي صياد، فهو الراجل قاعد في بيته، انا عندي شخصية صياد بس عمري ما رحت معاه وهو بيصطاد، فانا دايما بعرضه في بيته، فملبسه بدلة صيد في البيت، فاهم، لو لبس الصيد. خلينا برضو ما نبعدش كتير، نرجع انا لمسار كنت عايز اجباري اقول لك مرة بس تانية. ان نهى عابدين فطارها المفضل بسكوت الشمعدان. قشطه، ما قعدت، علينا. لا قعدت افكر فيه، اه قشطه قشطه، لا عادي لحد ما وصلت ان هو الشمعدان اللي بيتحط على لا برافو عليك. عليك. انا حاسس ان احنا كنا بنتكلم عن مسلسل تاني عن مسار اجباري. او مسار اجباري. فهو دايما تحس مسار اجباري، تحس عنده انصاص حاجات ما كملتش، عنده امم نص روشنة في الكتابة، ولكن على طول ما بتلاقي جمل كليشيه لا انت تقدر تكملها، عارف جمل من نوعية لكن ما لكنش الحاجات دي. عارف نادين خان، تحس ان هي عايزه تاخد بسرعه ارث ابوها، في ان هو بيقدم صوره مختلفه، في ان هو بيقدم حاجه من حاجات من الشارع. قلب الشارع. اه صح. بالظبط، بيصور في الشارع قوي، فتلاقي دايما افلام محمد خان فيها الشارع قوي، فيها القاهره. لكن هي برضو ستيل لسه مش قادره تقدم عمق الاعمال بتاعته، واظن هي لسه. احنا ممكن نكون كسبنا حد، آه كسبنا كذا حد السنة دي يمكن، وانا مبسوط ان احنا كسبانين خالد دياب برضو على مستوى الكتابة، هو كمخرج واخته. لأول مرة صح. شيرين دياب. لأول مرة اه دراما يعني اه ده حقيقي و يعني فاهم، انا مبسوط ان احنا كسبانين كذا حاجة السنة دي يعني، يعني كويس. ده حقيقي. مسار بس عشان بس يبقى له ما له عليا ما عليا، مسار إجباري على مستوى الصورة حقيقي فيه إتقان رهيب جدا، في اعتناء انا رهيب التلوين بالحاجات مضايقني دي. بس، ما هي دي الصورة اللي اختارها لنفسه، وهي صورة مميزة. مضايقني. دي تفضيلات شخصية طبعا يعني، بس حاسسها اتعمل كذا لاير على بعض، ففي حاجة كانت المفروض تتشال، بس كانت هتبقى مظبوطة. انت فاهم، عارف انت لما انت بتيجي أدرى بقى، تعمل انت شخص. تلوين على وانت بتedit اي فيديو، فممكن تحط كذا لاير، كذا تلوين فوق بعضه عشان يطلع اوكي. لك بصورة معينة، فتحس ان في حاجة اتضافت كانت تو ماتش شوية، كان محتاج تشال. يعني انت مصور ومخرج، ودي الله حتتك يبارك بقى لك انت يعني. الله تعلق. يخليك. اه لكن انا بالنسبة لي مختلفة مش هي اكتر. مختلفة، ده حقيقي، انا ما اقدرش اقول لك لا، وكمان اللي ساعدهم في كده التصوير الخارجي، ده اللي بينها قوي، طبعا طبعا. يمكن عشان كده هم لجأوا لتلوين معقد مش تلوين بسيط برضه، ممكن. اه ممكن جدا لان طبعا، احنا لان انت عندنا عندك ماتيريال معظم خارجي، المشاهد. لان انا بصور داخلي بقى، واغلب تصويري جوه البيت، اللي خليني الجا لتلوين مختلف كليا كده، يعني اهتم بيه ليه اصلا؟ صح ده انا بصور صح. تلاجة وكرسي يعني. ايوه صح. لا هو فعلا زي ما انت قلت ممكن يكونوا لجأوا للتلوين معقد عشان في مشاهد كتير خارجي، مم. ولكن العلاقة ما بين الاخوات حلوة. التمرد على الكليشيه بتاع ان الضرتين بدل ما يقعدوا يكيدوا في بعض، لا هم تأقلموا بسرعة على الوضع ده، ده شيء ممتاز يحسب لان ده اللي لهم. بيحصل اغلب الاوقات في الحقيقة، لما بيكون دورتين. انا معرفش، هو ابوهم مات صح؟ ابوهم مات. ابوهم فلما مات. بيكون دورتين، الرابط اللي ما بينهم اللي هو الزوج مات، وهما الاتنين ما كانوش يعرفوا، بيتلموا على واكتشفوا بعض. ان هو في يعني هو خبى على كل واحد فيهم، مفيش واحدة كانت عارفة ان هو بالظبط. متجوز. ف ولما بيكون في اطفال او اولاد يعني، فبيبتدي ان هو يحصل تأقلم، اللي هو خلاص ما هو مات، تمام، وانه مفيش اي مساحة ان احنا كبرنا ان احنا نقعد نكيد في بعض ونقعد نعادي بعض على ايه، كل واحد فينا في حاله، او خليه على قد وده بيحصل في الواقع كتير يعني.
جدا طبعا. لا هو في الحقيقة ما يعني شغل يعني عادة لو اتنين ستات كانوا متجوزين مسلسل نفس كده الراجل النساء. واجتمعوا في مكان، مش هيعملوا حاجة. أول حاجة مش هيعملوها إن هم يضربوا بعض، هم هيتكلموا، اه اه. على عكس ما تبادل يصدر يعني. نظرات مثلا. اه اه الحاجات بتاعت الستات في المجمل يعني. اه، لكن انما مش مش كده النساء في عبده وسمية الخشاب. لا مش هيقعدوا يهزوا رقبتهم وحواجبهم لبعض طبعا يعني. ويحصل زوم ان على وشهم. آه، في تمر في تمرد في الكاستنج على ان بسمة هي اللي بتعمل الدور الشعبي، بينما صابرين هي اللي ده بتعمل كان انا مستغربه يعني، فاكر انت لما جيت قلت لي بسمع تبقى ام، فانا احمد داش. فانا قلت طب ماشي، بس يعني الواد احمد داش بان هو شعبي قوي، طب ازاي يا بسمة؟ وبسمة طلعت تحس ان هي برضو زي ما قلت لك، هي الست اللي هي الشعبيه بس لبسها حلو، اه لا هي شيك، بسمة واخده بالها شاطرة من على فكرة نفسها. في الدور. هي بسمة جميله، ومبسوط ان هي بسمة رجعت شاطرة. يعني. اه لا لا بسمة دورها حلو. فده قد يكون التمرد يعني اللي هو تعالى نتعدى برضو، خصوصا ان هما الولدين كبار مش صغيرين، فمش لسه مم. هيدخلوا لبعض الديبيت بتاع صح لا هو اللي هو ايه، بص انا مش طايقك وانت مش طايقني، بس تعالى نتخطى ده ونحل، ومع الوقت هنحب بعض وهنستلطف بعض وهنبقى اخوات وكده. صح، وده اغلب اصلا ولكن العلاقات نعود بتيجي من هنا. ده الحقيقي، ده الشكل الحقيقي. مم. ولكن نرجع للمأساويات بتاعت ان في حلقات بالكامل ما بيحصلش فيها اي حاجه غير اللت والعجن. عارف الحلقات اللي هي كلها حلقات التسويف، حلقات ابوك لما تطلب منه حاجه فيقول لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بيسولف. يس... بيسولفوا. والله العظيم. اللي هو ايه، هما بيدوروا على حل لغز قضية ليها علاقة بأبوهم وقتل بنت وما وخلافه. مم. فكل شوية بقى اللي هو نظام ايه، بكرة ان شاء الله لازم نروح المشوار الفلاني، وليه بكرة ما تروحوا دلوقتي اصلا انتوا وراكوا ايه. ايوه فبس قد تكون دي الأزمة، ان في حلقات ممكن تفوتها بالكامل وترجع تلاقي نفسك في نفس النقطة، هي ما بنتحركش. صح. بس كده. آه... انا مأجله بعد رمضان برضو فهشوفه اكيد. اوكي. آم... لحظة غضب. انا احنا نايس. إحنا اتكلمنا كلمني عن عنه. لحظة غضب. اتكلمنا عنه. لا ما اتكلمنا يعني، قلنا حاجة صغيرة كده انا في ما الأول، عنديش بس كلام أنا كتير عايزك أنت عنه بصراحة، ان تكلمني. انا برضو ما شفتوش كاملا، شفت منه بعض الحلقات. لان الدنيا زحمة انت فاهم. لكن عجبني في شوية حاجات من اللي انا شفتها، وفي نفس الوقت حاسس برضه ان هو في اهمال. يعني بص، انا بحس عامة ان المسلسلات دي مسلسلات معزولة عن الواقع. عارف انت تحس ان هي معمولة في شقة في صحراء، لوكيشن انت عامله، يعني فاهم. فانا ده الانطباع اللي انا خدته عنه، وده نفس الانطباع اللي انا خدته عن حالة خاصة اللي هو كان بتاع عبد العزيز النجار برضه، ونفس المؤلف كان عشان مهاب طارق مهاب المؤلف طارق. اه ومخرج بالظبط، ده لحظات. تاني عمل، ده تاني تعاون بينهم. والاتنين بجد انا نفس الانطباع، انه انا بجد حاسس ان انتوا الاتنين في مكان معزول، في مكان مش حقيقي. انا حاسس قوي ان انا في مسلسل يا جماعة. حاسس قوي ان انت في مسلسل، حاسس قوي ان في حاجات زي ما تكون مترجمة. اه بالظبط بالظبط بالظبط، الله ينور فعلا. فتحس ان هو في قص ولزق من حاجات خارجية. كان في حد كده يعني معرفة كان منزل بوست انه عبد العزيز النجار وعبقرية عبد العزيز النجار في انه آه كان عامل مشهد كده لقاء ما بين شخصيتين في المسلسل، فعملوا شبه فيلم موعد على العشاء. مم. هو ما كانش لقاء، هو كان مشهد زوجة بتسمم جوزها على طريقة موعد على العشاء. ايا كان بقى، انا ما افتكرش يعني. بس هي فكرة ان اوكي. هو قال لك تصميم المشهد نفسه نفس القعدة. يعني هو ركز في القعدة نفسها، مش في الحدث يعني. ماشي يا سيدي يعني يحترم، بس اعتقد ان هو دايما لما بتيجي تستعرض مشهد زوجة هتسم زوجها، انت بيجي في دماغك فيلمين: موعد على العشاء وغرام الافاعي، اللي هو كان فيه المشهد الشهير بتاع عملت لك الاسكالوب اللي انت بتحبه، وعملت لك كل عملت لك الاكل عصير البرتقال المسمم. اللي انت بتحبيه، وسمموا بعض ايه. كل الاكل المسمم ده مين هياكله يا جماعة؟ كلها اه يعني عاملين ترابيزه كلها سم. طبعا عارف انت سم الافلام ده، اللي هو اول لما تحط الشوكه في بقك تتشال بطني وبطنك توجعك فشخ في وبتاع. لحظتها كده. لا انت المفروض انت بتموت عامة، انت وظايفك بتعطل مش اكتر يعني، زي لا اي حوار. وبعدين سيبك من وظائفك بتاعتها، انت لو اتسممت في الحياه انت ممكن تاكل وتخرج وتمشي، وانت في اه نص الطريق تبتدي بطنك تمغص يعني. انما ده اسمع ايه عليه. ده اكيد في مية نار في الموضوع. زي مكالمات التليفون برضو في المسلسلات، اللي هو ايه، تلاقي انا هكلم محمد، تلاقي لما اتكلم محمد في التليفون، اللي هو هكلم محمد
لا مش ده قصدي، يعني مش دي اول ما النقطة. يحط اللي هو التليفون على لما ودانه تمسك يرد. الموبايل. ايه. اول ما يحط التليفون على ودانه يرد. اه ما بيجمعش، ما بيرنش، هو مفيش غير انا اكلم متاح محمد مثلا يا تيت، اسطى؟ ايوه محمد. يعني مفيش لا مفيش مفيش غير متاح، مفيش هو حد. على طب طول محمد قاعد على الزرار. بالظبط. فا آه... لا معاك جدا في الحتة دي. هي كانت حتة عبد العزيز النجار دي كانت شكر يعني مش ترولينج، صح؟ لا كان شكر. اوكي. فانا تساءلت انه هل دلوقتي بقى المخرجين بدل ما يحطوا بصمتهم الخاصة يروحوا ياخدوا حاجات يعني يقتبسوا حاجات عن اعمال تانية. فكان الكلام انه مم. ساب كل الكلام اللي انا اتكلمت فيه وقال لي ما هو تأثر. قلت له طب ما انا عارف ان الفن قايم على التأثر، لكن ما اروحش اخد مشهد كوبي. ما هو لو كده خلاص الدنيا هتبوظ يعني. مش لدرجة كده يا أستاذ محمد، هو أنا حاسس إن هو ده تريبيوت للصناع. يعني فكرة إن أنت مثلا هقولك على حاجة، أنت لو عامل دلوقتي مشهد لحوش مدرسة، ما أنت أول ريفرنس هيجي في دماغك الناظر، فأنت لو عملته على طريقة الناظر ده ما اسموش تقليد مثلا، أو لا حتى مش لا تأثر. لا لا، انا بحس ان هو احترام، هو إن أنت أول حاجة هتيجي في دماغ المشاهد ده، فتعالى اعمل له ده علشان نفتكر مع بعض الريفرنس الأصلي، وأمرر لك المشهد بتاعي المكرر كده واحيانا في. واحيانا استسهال. ممكن يبقى استسهال، بس هي واحدة بتسم جوزها فهنا أنا شايف إن لوجيك أنا هيجي في دماغي موعد على العشاء يعني. حتى من أول ما ابتدت تجهز له الأكل، حلو، أول انا ليه كومنت اتقال كمخرج ما عندنا في البيت اعملش على انا طول بقى، موعد على ويبقى العشاء. ويبقى لما اجي افتكر بعد كده واحده بتسم جوزها يبقى عندي لحظه غضب، موعد على العشاء، غرام الافاعي. ما ليه انا عندك ما حق جدا، اصنعش بس الحاجه يمكن هو ما بتاعتي؟ كانش مهم قوي في الأحداث لهذه الدرجة. انا فاهم، بس انا ليه ما اقدرش اصنع انا شيء بنفسي؟ ليه ابقى انا ماشي في سلسله؟ تقدر طب طبعا. ما تيجي نتاثر وخلاص زي بقيه الناس ما بتتاثر. وده مش لا معاك موضوعنا قوي حق. برضه، ده مش معاك موضوعنا حق. قوي. مش بس موضوعنا قوي، بس هو على فكرة موضوعنا برضو في نفس الوقت. انا مسلسل ما عنديش معاه مشاكل كتير. عجبتني حركه الكاميرا في الحلقه التانية لما كانت هي متوتره في قعده عيد الميلاد، والكاميرا عماله تلف بينها وبين الطفل وبين الناس اللي عماله تتكلم وترجع تاني، والمزيكا اللي عماله تتعاد. فكان موتر، ده كان الغرض منه. آه بس ده كلامي كله عن انا ممكن اقوله عن المسلسل. يعني ماشي. اضافة اللي انت قلته في اول حلقة في انه بيكروت حاجات علشان يبقى عنده نهاية كاتشي، او اوكي، بيعمل لا انا حاجات بس مش حابب. منطقية. ماشي، بما ان دي الحاجات بقى ان انت ما كملتش يعني المسلسل، ودي الحاجات اللي عندك بس على المسلسل. فحابب بس سريعا عشان ما نبقاش بنظلم، زي ما انت قلت حركة الكاميرا، المونتاج، طريقة الاستدعاء الفلاش باك ذكية وحلوة. مم. مش جديدة مش مبتكرة، بس على الأقل مناسبة للمسلسل. فت جدا فت جدا. المزيكا بتاعت الوايلي فت برضو حلوة جدا جدا، للمسلسل. والاغنية اللي في اه الاخر دي كمان. اكتر مرة حسيت ان الوايلي تم استخدام مزيكته فيها بجد بقى، مش صح. اللي هو. اه. آه، رسم الشخصيات او تقديم بروفايل للشخصيات حلو جدا في قلب مساحة الوقت اللي معاك. يعني محمد شاهين في الحلقة الاولى بيعمل زي تحقيق كده في الشركة عشان يطلع حد خاين من وسطهم، فبتفهم بيقعد ان هو يوتر تفهم ان هو عنده شخص الملكة كان دي. عايز يبقى ضابط بوليس. بالظبط، فبالتالي هنستخدمها لما يجي يعني يوقع يومنا، بينما هو بيتقلب شخص غبي جدا مع يومنا، مش مجرد شخص واثق في يومنا او واثق في اخلاق يومنا، هو شخص غبي امم يعني عنده امارات بيتلاشى كتيرة عن جدا حتى عن ومشكش فيها. الساينز، بالظبط. اه اصل انت بيتغاضى عنها. كظابط، انت ما بالظبط، ما انت كظابط لما بتيجي تحقق، لو عندك دليل واحد بس بنص جنيه هتعمل له اعتبار، مش بقول لك روح اقبض على الشخص، بس ركز مع امم الشخص. انما هو مش بيبتدي يركز الا متأخر قوي. وهنا ننتقل لأهم عيب في المسلسل، وهو ان المسلسل متصور قبل رمضان اعتقد بشهرين او شهر ونص. امم فده خلى المسلسل اللوكيشنز بتاعته محدودة قوي قوي قوي. اعتقد ان احد اهم عوامل المسلسل ده تم انتاجه، ان ممكن يكون مهاب طارق كان كاتب المسلسل ده من اه زمان، ولما فرقع قوي حالة خاصة فواتش اتكلموه قالوا له تعالى نعمل حاجة تانية، فقال لهم ده اللي جاهز عندي، فقالوا له حلو احنا عايزين نعمل حاجة فعلا في الفترة الزمنية دي. والمسلسل ده مناسب لان هو يبقى كده. اه لان لان هو مسلسل ما المسلسل عندوش متطلبات كتير وتنقلات كتير خالص، انت المسلسل بتاعك في لوكيشنز محدوده جدا. لوكيشن بيت يومنا اللي هي الشخصيه الرئيسيه اللي صبا مبارك، مم. ولوكيشن بيت
الاخ، محمد شاهين. اخو جوزها اللي محمد بالظبط، محمد شاهين. واللوكيشن صاحبتها، اللوكيشن بتاع صاحبتها اللي هي ناردين فرج، ده ما لسه ما مركز. كنتش وصلت له انا. مش بحرق لك بس هو يعني مكان كده زي اللي هو اللي بيتعمل فيه حاجات من اللي هي الجروب ثيرابي والحاجات دي. امم وعندك كافيه، كل ما هو كافيه واحد بس بيصور فيه كل المشاهد. فاوفرول 4 ل5 لوكيشنز، المشاهد الخارجي قصاد الشقق بتاعتهم، بيتمشوا كده في الشارع اللي قدامهم، فمفيش مخاطرات. معظم صح. الحاجات الخارجي ناس اتنين في عربية بيتكلموا. فده يمكن خلى السسبنس اقل شوية، ولكن برضو خلى الاجتهاد كويس، انك ازاي تعرف تخلق لي سسبنس من اللوكيشنز الضيقة دي. صح. فسلاح ذو حدين برضو. هو قفل على نفسه وما كانش مزعج يعني. ما كانش مزعج، ولكن المزعج هو اللاين بتاع حسن ابو الروس. مش عشان بس حسن ابو الروس هو طلع شخصية هنا برضو. مزعجة، طالع هنا برضو. مش عشان هو حسن مزعج عموما، ولكن علشان ظهور حسن ده بيقدم ولا بيأخر. انا اسف بقول حاجات كتير قوي عن المسلسل، بس عشان لو حد بيسمع وشايف المسلسل اعتقد انه هيتفق معايا في حتة ان ايه لازمة لاين حسن ابو الروس، ما بيحركش حاجة صاحب عبد حتى. العزيز النجار. ده المبرر الوحيد بجد، لان حتى الشك الوحيد في ان ما هو ممكن يكون بيتم استخدامه في الحتة الفلانية، احنا في الحلقة ال 14 اهو دلوقتي، امم ومع ذلك لم يتم استخدام حسن ابو الروس على الاطلاق في الحاجة المعينة اللي اي حد بيتفرج ممكن يبررها له، ان ده هيظهر عشان اللي هيبقى الكذا. لا، هو مش الكذا ده. بس فاهم. فلحظة غضب مسلسل حلو قوي ان هو يبقى سسبنس في رمضان تخلصه، ولكنه مش ريواتشبل خالص يعني. للأسف. آه... ننتقل لنعمل أفوكاتو. نعمل افوكاتو مش ونعمل هت... افوكاتو يا مش سيدي. هتكلم كتير عنه لأن هو أغلب الكلام اللي ممكن أتكلم عنه هيبقى كوميدي بصراحة. كلمني. مسلسل فاشل جدا جدا على مستوى ده مسلسل الكتابة. الشارع يا محمد، فاشل ازاي؟ ما هو مسلسل الشارع لأن هو مسلسل فاشل. الله عليك. وجوده في قصدك انه قاعد الشارع في الشارع كتير فبيفشل. ما مم. بيذاكرش. مسلسل سيء جدا اه. كتابة. آه يعني طفولي جدا في تناول الأفكار بتاعته والقصة و أداء أحمد زاهر على وجه الخصوص من أكتر الحاجات الفيك والمفتعلة والمريضة والمتخلفة والتي ليس لها علاقة بالتمثيل على الإطلاق شفتها في حياتي. استخدام الموسيقى استخدام فج وبشع جدا. ما يستخدموش العيال بتوع يعني بتوع التيك توك ما بيعملوهوش. عارف انت بتوع التيك توك لما يقلب لك الشاشة يعمل لك سلو ابيض واسود. موشن كده في الفيديو ويعملوا لك ابيض واسود ويحط لك مزيكا فيها بتاع ناي. هو عامل نفس الحالة. ابسط المشاهد بتلاقي عليها هتلاقي عليها مزيكا. ايه يا عم في ايه؟ هو ظهور الاسلام؟ ايه يابا؟ ايه كل الاتنشن ده مم. على هادي يعني؟ اه. فهو اوكي. هو ما يختلفش خالص عن اي حاجة عملها محمد سامي في حياته. نفس نوع المزيكا نفس الاداء التمثيلي نفس الحدوتة. البطل اللي محبوب من اللي هو بيربطه قصة علاقة حب بشخص معين بيساعده وعلاقة عداوة بشخص تاني وان هو طيب وما بيغلطش والبطل بتاعنا محبوب من الناس كلها وجدع و وهينتصر في الاخر طبعا وهيتجوز انه لازم يتجوز. فهو محمد سامي كل مرة بيزداد فجاجة. يعني محمد سامي كل موسم رمضاني بيزداد فجاجة وبيزداد بجاحة. فانت بتشوف انه رمضان السنة دي هو الأبطال بتوعه أو البطلة اللي هي مراته يعني بتقول إيه؟ إنه التناكة لولاد وراحت ساكتة. ايوه طب ما طبعا. احنا عارفين هي التناكة لمين. وحتى لو انت مش عارف يعني، هو انت بايولوجيك كده هتعمل القافية في شكرا. مخك يعني. التناكة لولاد يعني ما اعتقدش الولاد المساعدين الديكور يعني. هي التناكة لولاد الست اللي جاية من علاقة جنسية في إطار شرعي. مثلا. او او المهم التناكة للست اللي بتتقن الحياكة مثلا يعني. مم.
ف فالفجاجة بتزيد كمان في نقطة انه مثلا بتشوفها كمان فاني بتقول ايه، كلمة اعتراضية مش عارف ايه من 3 حروف. خلاص يا محمد عرفنا ان انت اولا بتستعرض بمي عمر في اي مكان انت بتروحه. دي نقطة احنا عارفينها عنك. النقطة التانية انك آه، كده انك عايز مراتك يعني انت فاكر ان انت لما جيت حكيت لي عن الموضوع، لما كان بيوجهها في اللوكيشن قال ايوه لها في ايه؟ نسل الاغراب صح. قال لها ايه؟ اقول اللفظ. قول. كان بيوجه بيوجه مي عمر في مسلسل نسل الاغراب في مشهد قدام احمد السقا، ومن المفترض ان هي بتقول له من ورا قلبي يا عساف، فمن المفترض ان هي في الجملة دي تكون خايفة يعني او تكون بتجيب ورا. جايبة ورا. فاستاذ محمد سامي في المايك بيوجهها بصوت عالي قدام الناس كلها، وهي بتقول له من ورا قلبي يا عساف، قام قال لها لا مي، الجاية دي تقوليها بكسكسة شوية، كسكسي يا مي. فهو بس قال لمراته قدام 150 بني ادم من ضمنهم عمال لا يفقهوا شيء في الفن ومش باهنهم والله. لا لا هم عادي يعني ده ناس. دورهم، دورك انك انت كهربائي، انك دورك هنا بتنور المشهد. صح، مش فمش جاي هتفهم بقى تقيمه في فنيا الحاجة. يعني. فانت نظرتك دلوقتي بقت لهذا الشخص انه مش راجل طبعا، اللي يقف يقول لمراته لفظ زي ده على مرأى ومسمع الجميع مش راجل. صح. وانا هقف معاك بصراحة في الموقف ده، لان دي يعني بصراحة انما للفن والابداع حدود، وانت مش سكورسيزي بروح امك يعني، اللي هو هقول معلش بقى، ما هو برضه احنا يعني مش دي في انا هوليود يا انت. عم. اه يعني لا انت عدل ولا احنا في هوليود يا عم، بس هقول ايه، هو راجل فطبعا قارح يعني، هو شخص قارح. لا هو قارح جدا يعني هو شخص مزعج و... وفرض علينا للأسف الشديد. ولكن هو مخرج كليبات بالنسبة لي، بيعرف يمشي على البيت كويس. اه بس يا مش عم هتكلم ما تاني عن فليكس المسلسل. يعرف يمشي على البيت. اي حد ممكن يمشي على البيت. اليسا ما يعني بتعرفش فاهم. تتمايل. بتتنايل على البيت ما ما بتعرفش تقدرش يعني. تمشي عليه. اه انت عندك حاجة تقولها عن نعمل افوكاتو؟ لا هو انا معاك جدا يعني، انت طول ما انت بتتكلم على الموسيقى التصويريه اللي شغاله اون لوب، بتشتغل اون ريبيت كده وصوتها اعلى من صوت والله الممثلين. العظيم يا اسطى انا شفت حلقة ولا اتنين بالصدفة طبعا، الحمد لله يعني. ببقى قاعد اوكي. كده فاهم انت، فهم بيتفرجوا عليه في البيت وكده، فلاقي يعني مثلا سي الحلقة 30 دقيقة، 26 دقيقة في موسيقى سسبنس، 20 بالظبط ما انا دقيقة من مصدقك ال26 نفس التراك. ايوه بيعادوا وبيدخلهم على بعض يعني، لو خليهم عنده يردوا على بكاسه بعض. رهيبه. عنده ما هو من البجاحه ان هو مثلا لو معاه 3 تراكات، تراك رومانسي وتراك كوميدي وتراك سسبنس، امم المشهد الواحد في ممثل بيتكلم مع ممثل، فابتدى المشهد بان هو بيهدده تهديد ولكن في اطار كوميدي، زي التهديدات الكرنج اللي بتعملها استاذة نعمة، اللي هتقعد امم تطلع لسانها وتني الحاجات دي. فتلاقي التراك ولا الكوميدي شغال، لو قلبت في نفس اللحظة التهديد من الكوميدي للسسبنس، تلاقي التراك الكوميدي اتعمل له فيد ان، والتراك السسبنس اتعمل له قصدي يعني الاولاني اتعمل له فيد اوت، والجديد اتعمل له فيد ان، فايدة ان فتلاقي اه قلب برضه. من ده على ده في نفس اللحظة. انت لو بتedit فيديو هتستحي تعملها. ولا اعمل واحد بيستحي يعملها في الحلقة، يعني هو بيedit صوت. يعني انت فاهم الفكرة فين. فلا يعني بجح جدا، وبعدها لو قلبت على مشهد رومانسي هيقوم مدخل مزيكا الرومانسي، ما عندوش يا فاصل زمني. سيدي، اهو كله وده احنا بالخالد شفناه في حماد. البرنس وفي حكاية حياة وفي ما سبق الإسراء هو مين اللي وكل عامل الحاجات نعمل اللي هو عملها. افوكاتو كمزيكا؟ خالد خالد صح؟ حماد اعتقد. اه. بينسف تاريخه بجرة قلم. لا بينزف تاريخه بجرة قلم ايه، مصر كلها كانت بتدور على مزيكا جعفر العمدة السنة اللي فاتت. كانت لذيذة. ماشي ما لا يا اسطى، بينسف كاريره ده بالنسبه لحد شايف ان ايه ده يا محمد اسامي، انت بتحط التراك على طول الحلقه، لكن 95% من المشاهدين ممكن يكونوا بيقولوا احلى حاجه في المسلسل المزيكا. موسيقى شجن. انا شايفه راجل ذكي بيلعب دلوقتي في منطقه امان. هو خلاص بي اوريدي بي عمل بي الإرث بتاعه فهو بيعمل فلوس بقى. خلاص خلاص ايه المشكله بقى لما يعمل حاجه يشوف رد فعلها في الشارع كله ماشي. صح. فلا انا ما عنديش كلام على نعمل افوكاتو، لانه حقيقي مهزله بكل المقاييس. ان انت عشوائي عامل زي اللي هو كده، لما تفتح التلاجة هتلاقي عندك بيضتين تقوم فاقشهم وحاطط عليهم طماطم عشان اخر طماطمايه موجوده. في ايه تاني، في شبت حط شبت، في معلقه مربى تين حط،
انا بفضي ايه التلاجة دلوقتي. كل المنتجات اللي عندك؟ وده ال... استاذ نور مم. يقودنا لسؤال مهم جدا، يا يقودنا ريت. لسؤال مهم جدا. اتمنى. هو احنا عندنا سي مثلا 30 مسلسل، 30 مؤلف، صح؟ اوكي. مثلا حلو. ال 30 شخص دول، بال 30 مخرج، بال 30 كاست، الناس دي بينتج لها بشكل سنوي ليه؟ ده السؤال انا هسأله لك، وهنرد عليه في الحلقة الجاية عشان تفكر فيه، والمشاهدين معانا برضو هيفكروا، او المستمعين، ان احنا تمام، لان ده سؤال يعني اجابته محتاجة تفكير كده لانه بجد بجد انا بشوف نفس الوشوش، بقرا نفس الاسامي كل سنة، ليه؟ صحيح. صح. وما بشوفش حاجة جديدة، فليه؟ فالسؤال ده احتفظ بيه، اكتبه عندك، سجله على لوح فرخ كده، ورق كرتون 2 متر في 2 متر، وعلقه على الحيطة. ادي صوت القلم. تمام. لماذا نحن هنا. ينتج لهم علامة استفهام؟ مفيد فوزي، أضواء المدينة. تسمح لي أسألك، مقاس البادي الكرينة بتاع زوجتك كام؟ ما تيجي تسألها انت. محمد سامي محمد عاملها سامي. والله. والله انت ما عندكش لسان، انت ما عندكش لسان تروح تسألها، ما تخش يا ولا عم، انت قاعدة بتتكسف في زي الأوضة، أوضة البنات؟ النوم هو جوه يا محمد عم. سامي برضه عنده الحتة اللي ايه. هتلاقي قاعدة في أوضة النوم جوه، انت متضايق ليه؟ بس احنا أصحاب يا أخويا. خش تاني أوضة على الشمال. لا هو بجد محمد سامي عنده الحتة دي، اللي هو مثلا هيقول له يا لا انت بتتكسف زي البنات بقى. عارف اه الحتة دي اللي يحب الإحراج اللي غالبا اتعرض له في طفولته، عشان كده اه، بيحب لا يعمله لما قوي يجي له تحسه. ضيف بقى، اللي هو ايه يا عم انت، انت محروج عشان مي عمر قاعدة باللينجري؟ عادي يعني. دي مي عمر، عادي عادي وده عادي عادي. اللينجري عادي، انا اللي جايبه لها. عادي اهو. عادي. إذا لماذا ينتج لهم كل عام مواهب زيرو تقليد. ومسلسلات زيرو. كله زيرو، زيرو. طب السالب وكل كمان. عامل فيها سوبر هيرو؟ سوبر ميرو. سؤال الحلقة القادمة سؤال من الحلقة القادمة فعلا. بودكاست. ومن هنا نتجه على العمل. انا ما اظنش ان في حاجة تانية احنا ممكن نتكلم عنها في، يعني ما فيش حاجة تانية شدتنا افتكرتك بتختم. لا لا خالص، احنا هنتكلم اخيرا بس عن الحشاشين. اوكي. لانه الوحيد اظن من الثلاثينات اللي ممكن نتكلم عنه، مفيش حاجة تانية. حلو. آه طيب، تخوفي انا وانت ما قبل مشاهدة الحشاشين كان مين؟ المؤلف العبقري عبد الرحيم كمال عبد رضي الله الرحيم عنه كامل. وارضاه. طيب لا هل شيلها يا سيدي عشان ما يقفشوش ها. هل ظنك في عبد الرحيم كمال كان صح؟ صح طبعا زي كل مرة. صح، خيش فين؟ أزمتي الكبرى إن ده بيتم اعتباره إنه مؤلف عبقري. للأسف أنا واجهت ده فعلا، واجهت ده، حد قال لي كده، قال حد لي حدود. هيقدم عظمة كالعادة. حدود وتفتح لازم. بص يا سيدي الفاضل، باختصار عبد الرحيم كمال هل هو راجل شاطر؟ أكيد بكل تأكيد شاطر. جدا اللي يعرف يكتب 30 حلقة شاطر. شاطر، ومش أول مرة. ومش أول مرة. هل عنده قدرة على إن هو يعمل تتابع للأحداث على مدار 30 حلقة؟ لا شاطر جدا، بيعرف شاطر، يعمل هو ده. على فكرة لكن كسيناريست شاطر جدا وقوي، قوي بجد. كسيناريو جدا بيعرف يشدك ويعمل أحداث كويسة، جدا ويعرف طبعا يمشي شاطر المسلسل بطريقة ما. جدا، ولكن للأسف الإشادات اللي بتجيله على الحوار، على وهي الحوار نقطة بالظبط، الضعف. الحوار العميق ده اللي هو ايه، ما انت ضيع عينيكي، حزن عينيكي. ايوه ايوه ايوه، وشخصية قاعدة جنب شخصية تقول له انا خايفة، اقول لها يمكن الخوف هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا بعد الموت. يعني ايه؟ عارف ان يعني استفدنا ايه؟ حروف كلمة امل اللي هي حروف كلمة ألم. اقلعي لما هدومك. ده مثلا، اقلعي. ده احراج، احراج. انا ما والسنة اللي فهمتش. فاتت كان في جزيرة غمام، اللي هو كان كل شوية يقول لك ايه، الحمد لله الحمد لله. نعم. انا يرحمكم الله ولا متغاظ. يرحمكم الله يا سيدي. انا متغاظ. ده ايه ده؟ فهو للاسف كشخص بيكتب حوار، شخص ضعيف جدا. اداؤه ومستواه في كتابة الحوار صعبة ومزعجة ومرهقة
تكرنج منها وحاجات كتير للأسف الشديد يعني. وده بيخليه عارف انت عامل تورتة حلوة جدا وراح شاخخ عليها. انا مش مش هقول لك لدرجة بيرمي عليها شاخخ تراب، قد ما ده هو شخ عليها. حط عليها نكهة مش لايقة. لا لا، ده هو شخ. نكهة، حط نكهة مش لايقة. ف... يعني انت فاهم. فهو ليه يا استاذ عبد الرحيم؟ فالحشاشين انا شايفه على مستوى الكتابة كسيناريو كويس. آه على مستوى الحوار لا. نيجي لنقطة خالص خالص خالص. التنفيذ اللي بيه ميمي فأنا كلمتك من فترة في النقطة دي بتاعت إنه مسلسلاتنا اللي هي بتاعت من نفس نوعية الحشاشين بتحس إن هي كادراتها فاضية، بتحس إن هي مش صح مقنعة. يعني لما تيجي تشوف صح. جيم اوف ثرونز أو فايكنجز أو أيا كان، فأنت بتحس إن الكادر أو عامة المسلسلات الأجنبية يعني، أنت بتحس إن الكادر مليان، إنه الصورة فيها تفاصيل كتير، انه البرودكشن ديزاين زي ما احنا بنقول اللي هو تصميم الانتاج، المكان اللي انت بتشتغل فيه معمول حلو قوي، معمول بشكل متقن لدرجه ان انت ما تقدرش تقول المكان ده مش حقيقي. لكن في الحشاشين انت بتواجه عيب كبير جدا بانه لا يا جماعه المكان ده احنا يا في مدينه الانتاج يا اما لوكيشن بانيينه في الصحراء. تمام. وده كله مش حقيقي، ده كله لو خبطنا عليه بشاكيش هيقع. فالموضوع للاسف بشع جدا ان انا مش شايف صوره غنيه. بدات اشوف الصوره الغنيه في الحلقه الثامنه لما لقيت فيه انتقالات. فاكر لما جيت قلت لك انه لا ده في حركة، ده بينتقلوا من مكان لمكان 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 لمكان. الكاميرا بتتحرك، الشخصيات بتاخدك من مكان تروح مكان تاني. دايما جدا كنت بتبسط جدا بالحاجات اللي في. هنقول مثالين غريبين جدا: جيم اوف ثرونز وخلصانة بشياكة. طبعا خلصانة بشياكة ديكوره عبقري، البرودكشن ديزاين عظيم عظيم، جدا جدا مسلسل جدا. كوميدي هزلي معمول فيه شغل في البرودكشن ديزاين مرعب ممتاز طبعا، من اكتر الحاجات المميزة في المسلسل. جدا، مقنعة بشكل مش طبيعي. فانت بتشوف صح. حاجة انه انت دايما عندك انت كاسلوب اخراج كمخرج انك بتاخد حد عندك من الكاست بتاعك من الشخصيات بتاعتك، فيبتدي تاخدهم مثلا من النقطة ألف للنقطة باء. فالنقطة ألف مثلا سي في أول ممر، النقطة باء في آخر الممر شمال. حلو. فانت في خلال المرحلة دي هما بيتكلموا في نفس الوقت انت بتستعرض المكان، وفي نفس الوقت انا ما بزهقش، انا عيني مركزة فين؟ في اللي بشوفه. مركزة في انما الديكور ومع الممثلين في نفس الوقت. بالظبط، فانا شايف صورة غنية، شايف حاجة كتير. انما انت في الحشاشين عامل ايه؟ اغلب الحوارات اللي ما بين شخصين الكاميرا بتعكس ما بينهم، كاميرا واحد كاميرا اتنين كاميرا واحد كاميرا اتنين كاميرا. ايه ده؟ احنا مش بنعمل ابو العروسة. صح. لا اتحرك في بلغة المكان. الإخراج يقولك سطب وامشي. اه بالظبط، لا اتحرك في المكان يابا، انت موقف لي كاميرتين عكس بعض ويلا بينا. اللي هو لا عملت سيت اب للكاميرات وشغلتها ويمشي انت بقى، لان انت هتاخد كاميرا كاميرتين او 3 كاميرات وهتقعد تقطع في المونتاج بقى، فانت طب مش محتاج وليه؟ تبقى موجود. المسلسلات دي اصلا بتبقى قايمة بنسبة كبيرة جدا على التصوير بالاسلوب ده، الكاميرا بتتحرك كتير والابطال بيمشوا كتير. الكاميرا ما بتقعدش تقطع، لا الكاميرا واخدة وان شوت كده مع الابطال، المكان حواليهم الدنيا الحركة مش عارف ايه. فعشان كده بتيجي تشوف جيم اوف ثرونز انت عمرك ما تقول، رغم ان جيم اوف ثرونز هو مبني على فانتازيا، على حاجة مش حقيقية خالص، على قصص، بس انت الصورة غنية جدا مقنعة جدا، فانت مش قادر تحس ان ده مش حدث حقيقي، ده مكان حقيقي يا جماعة. ده مكان، او على الاقل دي قصة كانت موجودة زمان، فهو مكان كان موجود زمان. انما انا في الحشاشين للاسف ما قدرتش احس ده في نسبة كبيرة جدا من المسلسل، لحد ما وصلت بقى للمكان اللي هو الطبيعة اللي اجبرتني ان انا احس، اللي هو الطبيعة اللي في بلاد ما وراء النهر يعني. بس المزيكا حلوة جدا، اداء كريم، هو اداء كريم. آه، احمد عيد اظن، طبعا. احمد عيد عمل يعني عظمة. مدمن ماريجوانا. ود- هو اختياره ذكي بصراحة ان هو اللي يكتشف الحشيش يعني. اه جدا، اظن دي برضو جايه من نكته يعني. اه لا، هي طبعا هم اكيد التفتوا لده، ما جاتش صدفة طبعا. طبعا يعني.
فبس ده انطباعي عن الحشاشين. انت ايه انطباعك؟ انطباعي ان بحترم شوية في الحشاشين، ان هو كان عنده حاجة ناضجة شوية على اسلوب بيتر ميمي، وهو ان الحلقات الاولى فضل يمهد حاجات كتيرة جدا علشان زي صح، ما قطع تسرعش. يعني. ايه؟ ما تسرعش. ما لا خالص خالص، كان بيبني بشكل مش هقدر اقول بطيء، كان بيحاول يخلي ان يبقى في بعض الجوانب الدرامية اللي تخليك ما تنزعجش، زي علاقة الولد والبنت اللي هو احمد عبد الوهاب وسارة الشامي، مش فاكر اساميهم في المسلسل. امم او مش فاكر برضه. باقي اللاينات التانية. حلو ان في حاجات كتير لما كانت بتتفتح كانت بتتقفل في نفس الحلقة، يعني لما شكوا في حسن الصباح شكوا فيه واكتشفوه وسجنوه في نفس الحلقة. امم لان اوريدي انا مش محتاج اطول في ده، لان انا ودي عايز اقوى تاني دولة في حلقة العالم. اهربه وابتدي ابين له كرامات. امم ودي اقوى دولة في العالم، ف ميك سنس. اللوجيك، ما قعدناش فترة طويلة في اللي انا شاكك ومش شاكك والحاجات دي كلها. فتحي عبد فمحترم الوهاب فيه جدا جميل ان هو جدا برضه. مشى في الاول بايقاع هادي، وبعد كده من الواضح ان هو ابتدى دلوقتي يمشي بايقاع اسرع بكتير، وده حلو جدا. اظن يعني دايما هيهدي العكس تاني بعد بيحصل. كده هيجري اسرع يعني. فده ممتاز، ده يحترم جدا. ما انا يمكن بالظبط، دي انا اكتر حاجة عجبني ده. عجباني في الحشاشين. عجبني جدا لانه ده شيء، ده مطلوب جدا، انك انت تبتدي طبعا. بالراحه. انت عبال ما بدات النقطه اللي الناس كلها مستنيه تشوفها كانت الحلقه الثامنه. بالظبط. وما همكش يعني ما اه. همكش بكل البرودكشن ده ان انت تخلي الاحداث تاني، مش هنقول مملة، ولكن مش معتادة للمشاهد بتاع مسلسل رمضان، رمضان اللي هو عايز بالظبط. ايقاع معين صح. مختلف عن ده. صح. اتمنى بس والله العظيم نقفل بس باب الحنيكة، لان انا بحس ان والله العظيم الناس دلوقتي بقى عندها حالة رهيبة من تعالى نركب وخلاص، وابداء تعالى الراي. نزيط وخلاص، عايزين نبدي تعالى الراي نكرر وخلاص. اولا. مرض ابداء الرأي، اللي هو انا ما اه. عنديش رأي بس لقيت الناس بتقول حاجة فهكررها زيهم. اه. ميتين موضوع اللغة العربية الفصحى ده نقفله يا ولاد الكلب. وانا هعتبر خلي... ان الالفاظ اللي قلتها دي ما خليته فطرتنيش، نور يقول عشان يا ولاد انا اللي عايز الكلب. اقوله في سب اكتر من كده بكتير. ايوه ايوه، انا تاني، فاهمك. لما يبقى مسلسل احداثه بتدور في فترة المفروض يتكلموا فيها ما بين التركي والفارسي، ما تجيش تقول لي بروح اهلك كانوا لازم يتكلموا لغة عربية فصحى عشان ما اسيبلكش. مفيش اي مبرر. هو يمكن اللغه العربيه الفصحى بتدي فخامه اكتر للمشهد، او بتدي قوه يمكن، وده حصل في ممالك النار مثلا وكان وحصل في حلو جدا. الحشاشين بعض المشاهد اللي كان فيها رسائل وحاصل في لازم تتقري باللغة الحشاشين. العربية، كنت تحس ان البرودكشن بقى اعلى فعلا يعني. هي لكن سيد انت اللغة ما العربية تت... جميلة. لكن انت مم. بتصور مسلسل بمصري، بكاست مصري، باللغة الشعبية بشكل عام. ليه؟ تارجت لأنه اودينس مصريين في المقام الأول. تمام. وأظن مم. أي بلد تانية هتعمل حاجة مشابهة، سواء كانت تركيا أو سواء كانت أمريكا أو هتلاقيهم بيبقى تحسين في اللغة، ده منطقي. كده كده هيبقى، لو أنا بعمل مسلسل تاريخي أكيد هيبقى اللغة بتختلف، حتى لو أنا عاملها بلغة شعبية أو اللغة اللغة الدارجة يعني، بتبقى بالظبط. الكلمات فيها بشكل معين. شبه محمد مثلا أمين راضي لما بيعمل في العهد أو السبع وصايا، حاسس إن هو بيلجأ بالظبط. لكلمات معينة عن كلمات تانية، بيبدي كلمات عن كلمات. زي انت منطقي طبعا، هترحل لانك مش مش هتقول هتمشي المصطلح مثلا، فاهم؟ الحديث. اه. بيجيب حاجة ايه، رخيمة اكتر، او حاجة رزينة مم. اكتر، حاجة عاقلة اكتر من صح. الكلمة صح. اللي ممكن تكون سطحية او بسيطة يعني. صحيح. بس ده عادي، انما احنا عادي ممكن ما نعملهوش والامور. انا يهمني في مسلسل تاريخي ايه؟ يهمني ان البرودكشن ديزاين يكون كويس. يهمني انه يبقى المسلسل مش ممل، ويبقى فيه حركة، ويبقى متماسك على مستوى السيناريو. ويهمني ان هو ميبقاش ساذج، ما تبقاش البلوت بالظبط. بتاعته ساذجة. صحيح. لان هو مسلسل المفروض ان هو حاجة هيبة يعني. بالظبط. بالظبط. لا، وبعدين اصل يعني انت عارف تاني اللغة العربية الفصحى عظيمة وكانت هتعلي من القيمة طبعا، بس لو ما اتعملتش نسكت. انا شايف كل الناس بلا استثناء بتعترض. ما هو مستحيل يا جماعه كل الكم ده بيعترض وكل الكم ده في نفس الوقت بيكتب ايه؟ بيكتب الف يه اي ولي ما وفي يعرفوش يكتبوا ومي اصلا، وعايز اقول لك ممكن كلمات تتقال ما يفهموهاش. يعني احنا لو يا لو عم، نص لو نص مشينا لغة عربية المصطلحات الناس ما فصحى بقى، انت بتفهمهاش نص وبتقف الكلام مش قدامها هتعلق هتفهمه ومش اصلا. فاهمين ده يعني ايه. اه.
والهمزات مش عارفين اماكنها فين، ومش عارفين الفرق ما بين الياء اللينه والياء والالف المد، مش عارفين نص ما الهمزات، مش عارفين الفرق ما بين اللي هي اله البيزكس والت. اصلا، انا ما بكلمكش بقى في قواعد نحويه واملائيه بقى علامات وتفاصيل مش الترقيم مش بتاعتك. عارفينها، ما تجيش تكلمني في لغه عربيه فصحى، ما تشتغلش نفسك. انت عارف لو في اتنين تلاته بيعترضوا واتنين تلاته مثلا ده ابراهيم عبد المجيد يا اوساخ طلع يقول عادي، ايه المشكله؟ اللي هو يعني اكيد احسن منك مليون مره يا عبدو اكس بلاك اللي كاتب المسلسل مش عربي فصحى. انت كاتب لي كومنت بلغه برايل. فيعني نحترم نفسنا بقى شويه، عشان منظركم بجد بيبان قد ايه ان انتوا بتدعوا الثقافه. ابدا رايي يا استاذ محمد، ابدا رايي. حاجة مريضة. ونبطل القصة التانية برضو بتاعت ايه، يا ريت نلتزم بالقصة الأصلية. القصة الأصلية لها لا، ما 8 حدش عارفها مليار اصلا. رواية مختلفة عن حسن لا، الصباح ما حدش وجماعة عارفها، فاهم؟ الحشاشين. اللي هو مصادرها اتحرقت من زمان، من ايام ما المغول دخلوا العراق، فقالوا لي يعني. بعدين احنا بنعمل سيرة نبوية يروح أمك. صح والله. يعني اصلا احنا بنتكلم عن واحد كيلر اساسا، دي نقطه. اه عن واحد لا يمت الاسلام بصله، عن واحد بالظبط. هو شيعي. الكور بتاعه ازاي ده قدر يسيطر شيعي على مجموعة اصلا، من يعني يا العلوم. جماعه انتوا اصلا مش واخدين بالكم ان هو شيعي اساسا، امم يعني مش تبعنا. لكن احنا ولا والله كان لعبنا اساسنز الحسين. كريد. ولو سمحت بقى، اسمها قلعه ألموت مش قلعه الموت. معلش. اه طبعا. معلش. طبعا. وحرفيا يا جماعة مشهد المعركة كان شبه المشهد اللي في اللعبة حرفيا. وحرفيا بقى يا اسطى، بجد بقى، جبروت، حرفيا جبروت. المشهد ده بتاريخ كل المشاهد العظمه اللي اتعملت قبل كده. يا ترى يعني ايه انجي حسن الصباح سند انست اللي كتبها كريم عبد العزيز لما دخل السجن مسلسل الحشاشين؟ اعرف من اول تعليق. معناها هقول لك معناها بجد. قول بس، انا هعمل تيت عشان ماشي، انا كمان بعمل عارف معناها. فوتوشوت. لا لا لا، مش حاجة بلس 18، بعمل فوتوشوت والميك اب طالع مش مظبوط، بس انا مبسوط. الاعلانات اعلانات ده قصه تانية، دي عايزة لها ايه؟ حلقه تانية. حلقة تانية. صح. خلاص، احنا تقريبا اتكلمنا ووفينا يعني. وفينا جدا طبعا. بس احنا كده كده لينا لقاء تاني قريب جدا جدا عن اعلانات، واستكمال بقى الحديث عن الامور التانية اللي تتعلق بالاجواء الرمضان اللي احنا بنعيشها مؤخرا يعني، وبالوسط الفني والكلام ده كله. عشان بس ما نبقاش بنطول كتير. بس عندك اي حاجة حابب تضيفها؟ حابب تقول اي كلام تاني قبل ما نرفع المحضر للنيابة؟ انا اتكلمت كتير يا استاذ محمد، حابب بس ان انا اشكرك لا جدا يا حبيبي، انك تشكرني طلعتني على معاك في ايه؟ الحلقة دي هي. لا طلعتك في والله انا البوديكاست تمام، حاسس مرة ان انا تانية. قلت حاجات كتير. ايه؟ طلعتك في البوديكاست مرة تانية. طلعتني في البودكاست بتاعك يا حبيبي. فشكرا. وبالمناسبة انا اللي ولعت في اللوكيشنز عشان ما عنديش مسلسل. عشان ما عندكش مسلسل، هعمل اعلانين بس. اه عندي اعلانين بس عندك اعلانين في الأول. بس انا مش حابب اقول حاجة اكتر من كده. كل اللي طالبه منك لو يعني مم. بتعزني، ايوه. عايزك تعمل الاوترو بتاعتك. انا هسيبك تمسي على الناس. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. شكرا لو انتوا بتسمعونا لحد دلوقتي. مم. وبعد ما تمسي على الناس، عايزك تشغل لي ساعه اللمه دي. ساعة محتاجة. مش اي ساعه، محتاجة ايه؟ ولاعه طبعا عشان نستبح ونغرق تاني. يلا اتفضل. ماشي. شكرا يا استاذ نور على وجودك معانا النهاردة، وكانت حلقة جميلة يعني. استمتعت بالحديث معاك عن المسلسلات وعن الدراما الرمضانية الجميلة المصرية الأصيلة. بس نشكركم كلكم يعني، لو فضلتوا معانا لحد دلوقتي فانتم يعني اي حد فضل لحد دلوقتي فهو فان حقيقي، وسبب من اسباب نجاح هذا البودكاست على السكيل بتاعه. وبس، فان شاء الله الى ان نلقاكم في حلقة جديدة من بفش غلي، وحديث جديد عن الدراما والمسلسلات. سلام. وازاي ما نتأثر ساعة رجوع الغالي من الغربة والسفر، عينك تقع عليه من وسط 100 نفر. ما هو حب كبير معلم معلم معلم، وفي القلب اتحفر. ساعة اللمة دي محتاجة سماعة، نرقص يا جماعة مع ناس بنحبهم ساعة اللمة دي
ساعة لمة عيلتنا والرغي والحواديت، فرجة على ماتش الكورة أو عيد ميلاد في بيت. دي ساعات ما تتعوضش أبدا ما تتعوضش، يا ريت ترجع يا ريت. ساعة الحظ وصحابك قعدة وكوباية شاي، وعد بخروجة حلوة يوم الخميس الجاي. أيام وذكريات والله ذكريات تتنسي بسهولة ازاي. كل ساعة معاك أنا كده كده معاك، كل ساعة معاك أحلى ساعة، كل ثانية معاك أنا كده كده معاك، كل ثانية معاك عالسماع. دي ساعة اللمة دي ساعة محتاجة سماع، ساعة نرقص يا جماعة مع ناس بنحبهم. دي ساعة اللمة دي ساعة محتاجة سماع، ساعة رايقة يا جماعة وهنفضل جنبهم. الساعات الحلوة ما بتخلصش، في رمضان دايما متجمعين، ومع اتصالات من EN دايما ثابتين. ساعة